مساء الفل لكل اللي بيتفرجوا علينا او بيسمعونا في حلقه جديده من Giving Back. في حلقه النهارده معانا الكرييتيف دايركتور في FP7 والستاند اب كوميديان ويور فيفورت هوست من بودكاست كفايه بقى على الشيخ. ازيك علاء؟ انا منافس يعني، بس مش كفايه بقى ولا ايه؟ كفايه بقى كفايه ايه الاخبار؟ الحمد لله. علاء احنا يعني الناس عرفتك في المشوار بتاعك من خلال حاجات كتير، من خلال ستاند اب كوميدي ومن خلال المواطن المصري و ليتلي برضو من البودكاست. اوكي، بس انت ليك مشوار طويل جدا جدا بقى مع الادفيرتايزنج اللي هو اصلا الكور بتاعك. اوكي، ممكن تكون اتشهرت بشكل كبير من الحاجات التانية، بس في قصة طويلة ممكن نكون ايه في مشوارك مع الادفيرتايزنج. فعايزين نعرف بقى القصة جت منين من البداية لغاية النهاردة. مشواري مع الادفيرتايزنج، مشوارك يعني من ساعة ما، حتى لو في خطوات قبلها وفي الاخر ادت للادفيرتايزنج، احكي لنا بقى كل حاجة يعني بقى. في خطوات كتير هترجعني برحلة. يلا بينا. بص، الموضوع بدأ من الأول خالص. إن أنا كنت في زي نادي خيري كده في اسكندرية اسمه ليو، نادي خيري وبتاع، وبنعمل مشاريع وكده. وفي المشاريع دي كنا بنحتاج فيديوهات نصور ونمنتج وبتاع. أنا ما كانش ليا أي علاقة بالعالم ده خالص يعني. اوكي، بس كنت بحب انا واصحابي نعمل فيديوهات كده مجنونه، عارف انت العيال اللي هي دي. فلقيت نفسي بقول لهم طب ما يلا انا ممكن اعمل فيديو واصور وبتاع. فتعلمت بقى الموفي ميكر بقى. اوكي، العاديه بقى الموفي ميكر بتاع زمان. ده كان عندك كام سنه تقريبا وقتها؟ والله كان عندي مثلا 17. اوكي، 18 لسه يعني بندخل الجامعه تقريبا يعني. لسه في المدرسه. اوكي، يعني لسه في المدرسه. اوكي. وابتدي بقى امنتج واصور وبتاع. كانت يعني علاقتي كده بالموضوع ده بسيط، بس حبيت الفكره يعني. اوكي، فابتديت ده انا بقول لك من زمان خالص. أيوه. الروتس بقى يعني. أيوه. اللي هو ايه من زمان خالص. اوكي. فحبه بحبه ابتديت بقى اعمل بقى الفيديوهات بتاعت المشاريع الكبيره. يعني زمان كنا بنجيب بقى فيديوجرافرز وبتاع. بقى كده ابتديت انا امسك الموضوع. اوكي. فابتدى بقى يتعرف ان انا بقى بتاع الحته دي. فيديوهات ما لهاش اي، لحد ما جيت في مره، مش في مره يعني، لما جيت اتخرجت. عارف انت حوار ان انا نص اول والجيش بيبقى في نص يعني لونج ستوري شورت. كنت قاعد 10 شهور في البيت مش بعمل حاجه، ومش هينفع اقدم على شغل عشان ما فيش جيش يعني. لسه مش عارف انا موقفي ايه من التجنيد يعني. فال10 شهور دول بقى خدت هذه الهوبي جد شويه. اوكي، ان انا ابتديت اعلن عن ان انا عايز اصور حاجات وبتاع. فابتدى الناس صحابي يجوا لي طب بقول لك ايه، ما تصور لنا فيديو، كذا كذا كذا. فبقيت اقعد افهم، اخد منهم البريف. اكشلي ما كنتش اعرف بقى، كنت لسه دخلت هذا العالم يعني. ايوه. اخد منهم البريف اروح انا بطلع فكره واقولها له. طب تمام يلا بينا. وكنت لسه حتى ما عنديش كاميرا، كنت بستلف كاميرا من صحابي. اوكي، اصور وبمنتج. وفي فتره من فترات طبعا حسيت ان الموفي ميكر ليه سقف. موفي ميكر برضه فاهم انت. فتعلمت بقى برنامج تاني اللي هو سوني فيجاس. اكشلي انا بستخدمه لحد النهارده يعني. هو مش افشخ حاجه، وفي نفس الوقت هو حلو قوي يعني. هو لذيذ جدا يعني. فك مشكلتي اداني كده فلكسبيليتي ان انا اعمل حاجات اكتر بكتير يعني. بس وكنت بعمل بقى الفيديو ب 120 جنيه. ده كان بقى اللي هو على ايه ليه. طب ما اقل سنه كانت لسه حاصل معايا من 120 جنيه ليه زمان بقى 120 جنيه مش عارف 120 مش 100 ولا 150 او 120 هو السعر. انا لما ابتديت كانت 500، وكنت بس يعني 500 ده الرقم اللي هو يعني ما تقللش عن كده بقى. 120 ده كان حوار يعني. اوكي، كنت بروح اكل في تشيلز ب 36 جنيه. انت فاهم يعني ايه 36؟ انا واخد 120. لا ده انت طالع ايه حرام. بروفيت يعني ايه. فالمهم بقى ابتديت اعمل بقى فيديوهات لاصحابي. وابتديت ادخل على الطلبه بتوع ماركتنج اللي في اكاديميه في اسكندريه بيحتاجوا مشاريع واعلانات وبتاع. فابتديت اعمل لاصحابي. ابتديت اعمل اسم يعني ان هم بقى هم كمان بياخدوا الفيديوهات دي بيوريها للدكاتره في الجامعه، بيوروها للطلبه صحابهم. فابتدى بقى الترم اللي بعديه ابتدى ناس ما اعرفهاش تكلمني، قالوا علاء انت بتاع الفيديوهات؟ طبعا عايزين كذا. تمام. فقعدت اعمل الحوار ده لمده 10 شهور. لا 10 سنتين بقى. ما انا كنت بعمله من وانا في هندسه وكمل معايا بقى يعني. كمل معايا حبه سنتين كده. وابتدى بقى ابتديت اخد على الفيديو 3000 جنيه يعني. انت فكر من 120 3000 هو رقم خلاص بقى خلاص. وابتديت اكشلي اشتغل يعني. ابتديت اشتغل من وانا في الجامعه. اوكي. وهو لقيت نفسي بعمل موديل مصغر من الادفيرتايزنج. بقعد مع الطالب
يديني البريف، واحنا عندنا الطلبه في الاكاديميه عندنا في اسكندريه مش هيفكر يعني. فكنت بقعد اطلع لهم الفكره، وساعتها بقى جبت كاميرا، ابويا جاب لي كاميرا، فكنت بنزل اصورها وارجع منتجها واديها لهم على فلاشيه في الاخر. بس من هنا بقى لقيت ان انا ابتديت انا بعمل ايه يا جماعه، هو ايه الكلام. ساعتها بقى اتخرجت وقعدت بقى اعمل الفيديوهات دي اكتر لحد ما فعلا بقى يعني ابتديت اوصل لمرحله انا بعتذر. ايه فاهم يعني ايه؟ ايوه لو انا كنت باخد 4 بروجكتس في السنه او في الترم يعني فلما بيجي لي 5 و6 بعتذر معلش علي بقى مضغوط علي معلش انا عندي تصوير وبتاع. ولكن بقى الموضوع كان اكزوستنج جدا لان انا كنت لسه في جامعه، وكنت بذاكر الصبح وطول الليله منتج، وانام لي 2-3 ساعات اروح الجامعه اذاكر الصبح لحد مثلا 5-6 طول الليله منتج واصور. فكنت ليترلي بشتغل او بذاكر واشتغل 18 ساعه في اليوم، والباقي بقى ايه غدا اخش الحمام اعمل بيبي. فكنت بس الفتره دي قوتني قوي لحد النهارده لحد يومنا هذا. انا الفتره دي مستفيد بيها جدا اكيد، لان اتليست عرفت مونتاج. فلما اقعد مع مونتير انا فاهم يا مان انت بتعمل ايه، انا كنت مكانك. ايوه فانا فاهم قوي انت بتعمل ايه. حلو. فمش هتضحك عليا. ايوه وعندي حلول، بس غير ان انا مش يعني كده المونتيرين كلهم صحابنا وحبايبنا يعني. بس ابتديت اطلع حلول من الاكسبيرينس بتاعتي. طب ما تجيب التراك ده هنا واجيب التراك الصوت كده فده اوفرلاب على بقيت اوكي اكسبيرينس. حلو. المهم يا استاذي انا لو طولت لا كمل. لا والله جميل. ده بالعكس، ده انا يعني لسه انا عاجبني بس ان انت بتقول التفاصيل دي، بتحكي الحاجات دي عشان الناس دايما بتشوف الفاينل برودكت، فاهم؟ فانت بس ايه جايبها من الاول عشان نعرف ان كان في سنين مدفونه ومحدش يعرف عنها اي حاجه خالص يعني. بس فلا كمل. فالمهم في الفتره دي بقى جيت في النص كده، جيت عملت المواطن المصري برضه من الزهق يعني، قاعد وانا بفهم في الفيديو اديتنج وبتاع. فقمت جيت ايه طلعت المواطن المصري صدفه اصلا كده. ده برضو قبل ما تدخل الجيش، مرحله قبل ما تدخل الجيش ولا دخلت وخلصت؟ اوكي. المواطن المصري كان 2012 والله مش فاكر، كنت لسه في الفتره دي اي ثينك. اوكي. كان فتره بقى الحظر بقى والاخوان والصو اللي هي أيوة. في البيك بقى بتاع الاحداث. ايوه طلع بقى المواطن المصري ضربه بنت كلب يعني. انا كنت عامله صدفه يعني، كنت عامله كده بهزر يعني. أيوة. ونزلته حتى على يوتيوب صدفه. انا كنت عامله لاصحابي يعني، كنت عامله عشان ابعته على الواتساب. قلت طب ما انزله عشان اشير اللينك بدل ما اعمل ابلود. طبعا ساعتها كان دايل اب، كنا يعني ايام الكحرطه النت يعني، فاهم انت اللي عنده 128 ميجا انترنت في البيت ده غول يعني. وحطيته على اليوتيوب واتشهر فشخ بقى. المفاجاه انا اصلا بالنسبه لي يا نهار اسود ايه ده، هو في ايه اللي بيحصل؟ وابتدى بقى اصحابي يكلموني من السعوديه، ايه ده احنا في حد شير الفيديو بتاعك يا جماعه، هو ايه اللي بيحصل؟ المهم الفيديو المواطن المصري اتشهر، ومن خلال بقى المواطن المصري عرفت مش انا كنت عارفه من زمان، بس يوني بتاع طيار هو كان صاحب ابن خالتي ومن زمان يعني، هو صاحبنا يعني، عارف انت بشوفه كتير يعني، كان بيجي لنا في المنتزه فانا عارفه يعني. اوكي. فكلمني قال لي انا كذا 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 فاكرني ايه الكلام. طب بص انا عندي شركه اسمها دي سلطه بقى، ساعتها كان زمان قبل طياره كان اسمها دي سلطه. طب ما تيجي نقعد مع بعض. قعدت معاه قال لي بص يا باشا انا بحاول بقى بدل ما اعمل الكونتنت بتاعي بحاول اعمل اعلانات للكلاينتس، وانت من الكام حاجه اللي عملتها دي حاسس ان احنا ممكن نظبط الدنيا مع بعض. فبفتح من الاخر يعني كرييتيف ديبارتمنت، تعالى سوق الدنيا وشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس وسبحان الله بقى انا في نفس الاسبوع انا كنت اتخرجت وقعدت كتير جدا في البيت، وكنت خطبت كمان، كنت بشتغل تمام. اوكي. ففي نفس الاسبوع سبحان الله قعدت 7 شهور في البيت. شوف حكمه ربك، جالي شغلانه في البترول كمهندس بقى، انا خريج هندسه. فالشغلانه في البترول في السعوديه، ودي سلطه هنا في جنب نادي السيد. اعمل ايه طبعا كان التفكير بقى انا هموت بقى السعوديه وكاش كاش بقى. انا كان ساعتها كان بالدولار على طول يعني. انا اصلا وانا بسمع الارقام من الراجل وانا اصلا لسه جونيور مهندس، ارقام مهوله يعني فاهم. فقعدت كده افكر، حسيت ان وصلت استخاره طبعا بتاع، حسيت ان انا همشي ورا اللي انا بحبه. لان انا مش هروح اترمي في الصحراء واجي بعد 5-6 سنين اعاتب نفسي بقى تسال انا بعمل ايه. انا بعمل ايه هنا. فحسيت ان ده مش انا يا جماعه يعني، حتى لو فيها فلوس ده مش انا. والواحد بيعيش مره واحده. فاي ريسك everything بجد، لان انا كمان كنت عايش في اسكندريه،
فالقرار ده هيخليني انقل القاهره وانا اصلا مش خريج ماركتنج، فانا هروح اعمل ايه؟ صح. يعني كل اللي انا كنت اعرفه ان انا مؤمن بقدراتي بس، وانا كنت اكشلي اي واز جود. طبعا كنت لسه اكسبيرينس في الادفرتايزنج بقى اللي هو بتاعنا يعني، بس كان عندي خلاص عرفت البيزكس. وحتى انا عندي كده حاجه شهيره بقولها في دماغي، سالت نفسي سؤال، سالت نفسي هو انا ايه الحاجه اللي انا لو قعدت قصاد واحد وتحديته فيها هكسب لا محاله؟ الهندسه لا، انا مش شاطر كمهندس فور شور. اوكي. انا مش شاطر انا اتخرجت الاول على الدفعه ومرتبه الشرف، بس انا كنت خريج قسم اللي هو انتاج، فانتاج 3/4 بيزنس. انا اصلا ما كنتش شاطر في الماث والفيزيكس، هو اصلا اساس هندسه لان انا ما تاسستش فيه، انا كنت امريكان، الدنيا باظت معايا يعني. فقلت حتى كان عندي لفظ كده، هو انا ابو تريكه في ايه؟ ساعتها ابو تريكه بقى، هو انا ابو تريكه في ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي انا لو قعدت قصاد حد وتحديته فيها انا هبقى متاكد ان انا هحط عليك 100%. اوكي. حسيت ان الفيديوهات اوكي انا عارف يا جماعه، انا عارف ان انا هنا حلو. ايوه. وفي نفس الوقت كنت الفتره دي رحت في 2012 عملت انترنشيب في JWT. كنت لسه ده اول بقى ايه، اول صدام ما بيني وما بين عالم الادفرتايزنج. ايوه. اول مره بقى اشوف بريف، اول مره بقى ايه اخد تاسك واطلع فكره، اول مره في حياتي اخد حاجه بجد. وبعد ما خلصت هذه الانترنشيب اتاكدت ان انا باشا باذن الله تعالى ايه الحته اللي انا عايز اكمل فيها بس. ورحت طياره، اترميت. هي بقى دي بقى اهم فتره، اهم 3 سنين في حياتي بقى. اترميت في الوحي لان انا ما عنديش فكره وبسيوني ما عندوش فكره وكلنا بنجرب مع بعض. بس اترميت في الوحي يعني. تمام. اوكي. واللي ساعدني بقى ان بسيوني كان مصدق فيا، كان مصدق فيا كتالنت، فكان بيرمي لي حاجات وحتى لو فشلت فيها يا باشا تمام. طبعا كان بيعاتبني، طب انت ليه عملت كده؟ طب ما كنا المفروض نعمل كده. ولكن ثقته فيا دي هي دي اللي خلتني انا كمان ابتديت كارير متاخر فشخ. يعني انا ابتديت اسافر القاهره 27 سنه او 26 سنه. انا ابتديت كاريري 26 سنه. في ناس ابتدت من وهي في ال 22. انا متاخر 4 سنين عن انا متاخر قوي، فانا مش عارف انا هعمل ايه. فاهم قصدي؟ كان قرار صعب قوي فكره البترول وبتاع. بس يا سيدي انا لو طولت والنبي لا كمل والله هقول. طيب بس فقمت جيت لميت شنطتي جدعان انا طالع القاهره اتس دان. وفعلا طلعت بقى القاهره ورحت عند طياره وابتدينا نعمل حاجات مع بعض. ابتدينا نعمل حاجات تسمع. اول بروجكت ليا كان اغنيه كشماجي زمان اللي هي بتاعت هابي بس مصري. وابتدينا بقى نعمل اكشلي اعلانات لكلاينتس. اول بروجكت اشتغلته في حياتي كان لسامسونج، كان موبايل نوت 4 عمري ما هنساه، اول حاجه اشتغلتها في حياتي. اوكي. ومن هنا بقى ابتديت اعمل حاجات، وابتديت اطلع افكار، وابتديت اكتشف هذا العالم، وابتديت اقرا، وابتديت اتفرج على فيديوهات، وابتديت افهم العالم ده ماشي ازاي، وابتديت اقعد مع ناس. يعني اي مخرج كنت بقابله في النص كنت بقعد معاه. يعني من الناس اللي ساعدتني مثلا جدا هيثم ومسامره. اوكي. وده برضو حاجه مهمه قوي في قوي 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 قوي، ان ربنا ساعات بيرزقك كده بناس. في ناس طبعا بتبقى داخله عليك بالمعلومه طبيعي، في مش كل النفوس صافيه، انما هيثم ومسامره من الناس اللي بجد يا باشا انت شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك. اوكي. طب هيثم انا عايز كورس اخراج، ابعت لي كورس اخراج بتاع هوليوود 6 ساعات خد كده اهو. فبرضه ساعات كده ربنا بيبعت لك ناس صح. فهيثم ومسامره ودي حاجه برضه، هيثم ومسامره بجد بجد من الناس اللي بحترمها جدا. كان فعلا عنده كرم غير طبيعي في معلوماته وفي اي حاجه انا عايز استفيد منها. بس يا سيدي واكشلي في حاجات عملتها في طياره ابتدت بقى تسمع جامد، سوشيال اكسبيرمنت هنا مش عارف ايه، فابتدى اسمي كده ايه يظهر كده في حته في السوق يعني. انا طب النبي لا طويل كمل يا عم كمل. فساعتها فيزو كان اخد مين، هو كان الاي سي دي بتاع اف بي 7، وكان عامل بوست كده كان عايز اسوشيت كريتيف دايركتور للديجيتال ديبارتمنت. كان ساعتها في ديجيتال كريتيف. اوكي. فواحد صاحبي بقى لي اكشلي، واحد كان معايا في الشركه، عيسى مصطفى كان معايا، كان ساعتها عيسى دلوقتي في طارق نور، كان معانا في اف بي اسمه ايه طياره، وقال لي بقول لك كده في اعلان كذا 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 ايه الكلام. قلت له طب عيسى ما تسالني الحوار ده ايه، هو كان يعرف فيزو تقريبا. وابتديت كمان اوصي ناس، واحد صاحبي في اف بي 7 اسمه وليد حمدي،
وقال لي باشا هات بس السي في كده ونحاول. هو اسوشيت، وانا اصلا انا كان اسمي في طياره كريتيف دايركتور، بس انا مش كريتيف دايركتور خالص. ايوه صح. مفيش واحد اكسبيرينس 3 سنين ولا اسوشيت حتى. صح صح. فالمهم قلت مش مشكله، انا عايز ادخل هذا العالم خلاص. وهوب هوب هوب قعدت مع فيزو. ايه الكلام؟ قال لي بص انا عايز اسوشيت، بس انا حاسسك واد شاطر، واد دعباس كده وفرهود. وساعتها كنت بتبدا مع طياره اخر كمان، وانا كنت انا في طياره، هي طياره شركه صغيره، ودي ميزه ان انت صح تكبر في شركه صغيره. دي ميزه حتى في ناس مش بتصدق ان انا بقول لها يا مان روح طياره، ابدا في طياره. ايه هبدا في طياره؟ انا عايز جي دبليو سي. عايز الفرص دي مش هتيجي غير في الشركات الصغيره. صح. ان انا امسك كاميرا واصور واخرج ومنتج فاهم، واروح اتريني مع كولرست. انا اصلا انا ككريتيف طبعا، انا ككوبي يعني مش شغلتي اقعد مع كولرست يعني، طبعا في يعني، بس دي شغله الارت. بس انا في طياره كنت انا الكريتيف دايركتور، انا اصلا انا الكريتيف ديبارتمنت. فكنت بتسحل والف اغاني واكتب كوبيز واخرج ابتدي. فهو حس ان الواد ده كويس، رغم ان هو كان عايز اسوشيت. بس قال لي خلاص تعالى انت سينيور كوبي رايتر ونشوف. ورحت اف بي 7 بقى. ده كان برضو اول شغلانه بقى ليا كريتيف يعني في ادفرتايزنج. بس يا سيدي قعدت اول 8 شهور مفيش اعلان بيطلع، مفيش حاجه تطلع. اوكي. واحبطت جدا، لان كان عندي دايما الشك بتاع طب انا كنت شاطر في طياره عشان طياره شركه صغيره وديجيتال، طب انا مكاني فين في السوق بقى الحقيقي؟ فلما حصل كده حسيت يا لهوي ايه، فشلنا هنا ولا ايه؟ طب نرجع لشركه بترول نبوس ايديها ونرجع ولا ايه؟ وسبحان الله ساعتها بقى دخلت انا ونورهان معاذ في تيم. كان حصل كده ريستراكشن للشركه كلها، ودوبوا الديجيتال كرييتيف في الكرييتيف، حصل ريستراكشن. فالمهم انا ونورهان بقينا تيم. وسبحان الله هوب 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 هوب، اول ما العمليه مشيت عملنا 3-4 اعلانات كده في 3 سنين كده، او سنتين ورا بعض كده، خلاص بالبورتفوليو كله اصلا. انا عايش عليه لحد النهارده. بس والحمد لله بقى قعدت بقى 3 سنين في اف بي 7. عملت بقى النسكافيهات وعملنا كذا اتصالات. يعني احنا انا ونورهان من ضمن اسباب طبعا هي برضو اكيد يعني الديلز وبتاع، بس انا ونورهان قدمنا اول كرييتيف الاتصالات ايفر من اف بي 7 وانبهروا بيه وعملوه. فدي برضو كانت حاجه حلوه يعني، ان انا لسه ببتدي واجيب اتصالات ايه ده اللذيذه دي. صح. بس ومن هنا بقى ابتديت اعمل اسم. فعملنا نسكافيه اللي هو بتاع سوري، عملنا اتصالات بتاع كاس العالم. اوكي. ميدو وحضري وبتاع. أيوة. ده فرقع وسمع. هوبا دخلنا في نسكافيه واحد ودى. دخلنا في احمد حلمي اللي هو ما تاثرش في الكلام، اللي هو انا اتجوز انت تلبس انا ده ود ده. بس والحمد لله ابتدى ايه اسمنا يظهر في السوق وبتاع. بس قعدت 3 سنين. هوب رحت طارق نور سنه، بس كانت سنه الكورونا، كانت سنه كبيسه علينا كلنا يعني. ورجعت تاني اف بي 7 وانا اهو في 3 سنه ليا في اف بي 7 يعني. باختصار شديد. بس لا انا عاجبني انا عاجبني الاختصار والله. عاجبني ان انت يعني لا انت اتكلمت في تفاصيل كتير قوي 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 تخلينا ممكن يعني لو هنقف عند حاجات كتير فيها اعتقد هتفرق قوي مع حد في بدايه مشواره. لان زي ما بنحاول ان احنا نعمله دايما هنا جيفين باك، احنا بنقدم التجارب المختلفه، وفي بقى على يعني اصعده مختلفه كتير، كل واحد ليه تجربه معينه. بس ممكن واحد لو هنيجي نتكلم على سكيل الكرييتيف فور اكزامبل بيبدا بقى في ايجنسي، بيبدا المشوار من تحت خالص لغايه ما يقعد يكبر واحده واحده. حد تاني يبقى حاسس ان هو بيعرف يعمل افكار حلوه فيبقى فريلانسر وبيشتغل كده بالحته. تمام. انت ولا كنت كده انت كنت تعتبر في كيان اللي هو يعني دي سلطه او يعني طياره. تمام. بس في نفس الوقت هو كان مكان صغير وانت كنت تعتبر ماسك فيه التيم كله وانت بتجرب يعني ما خلاص، ما انت بقول لك انت تعتبر انت التيم كله. انا كنت انا وبسيوني ومونتير. اوكي. وكنت انا ببقى اوفيس بوي لما ايوه اوكي. لا بس اقول لك انت يعني هي المرحله دي يعني. كان انا لما كنت ابتديت انا في الفيلد كنت عملت حاجه اسمها جدران كده 1.5 سنة وما كملتش وفشلت بتاع كل حاجه. بس كنت بتكلم مع واحد كان معايا في جدران هنا، كان معايا في البودكاست مره، وكان قال لي على حاجه. قال لي هي ممكن تكون جدران ما كملتش بس هي خلقت حاجه وقتها هي مش موجوده دلوقتي خالص. فكره ان في كيان موجود، الكيان ده انت عمال بتجرب فيه وما عندكش البريشر بتاع
ان انت لازم تنجح. انت عمال بتعك وبتجرب. كنا بقى بنجرب بقى فاحنا كنا خلاص بادئين بنقول احنا هنبقى احسن ناس في مصر بتعمل اي حاجه علاقه بتصور بكاميرا بس. وبعد كده ايه يعني لا كنا المفروض ان احنا عايزين نعمل اعلانات، بس احنا بقى ما فيش يعني خالص، ولا اصلا فاهم نعرف يعني ايه انسايت اصلا، ولا نعرف ايه ما صفر يعني بقى خالص. احنا بنطلع افكار ولا نعرف بقى الافكار دي اصلا المفروض تكون مبنيه على ايه، بس احنا شايفين احنا بنطلع افكار حلوه يعني. بس التجربه فعلا يعني اتجمع فيها ناس كتير قوي دلوقتي احنا موجودين في السوق، بس احنا وقتها كنا كلنا شويه عيال صغيرين وعمالين بنعك وخلاص. فانت ممكن تكون يعني كنت جربت كده في طياره وقعدت 3 سنين عمال بتجرب وبتعمل. احكي لي بس في وسط الفترة دي وانت عمال بتجرب، يعني انت خلاص انت شايف ان انت كرييتيف وبتعرف تطلع افكار حلوة، بس في الاخر الكلام ده بيزق فترة، وبعد كده بتبدأ كل شوية تحتاج ان انت تزود فيه مرحلة من الاديوكيشن عشان تلاقي نفسك عارف تكمل. ولما تلاقي نفسك انت قاعد بتبريزنت الماركتينج مانجر عنده مثلا 10 سنين خبرة وتقدم له مليون فكرة في خلال 10 سنين من مليون كرييتيف او مليون ايجنسي، انت بتلاقي نفسك ان انت لسه برضو محتاج تكون بتقل نفسك بمعلومات معينه، مش مجرد ان انت بتوري له انا على فكره انا افكاري حلوه. فعشان تزود المعلومات بتاعتك في خلال الفتره دي بقى، يعني ماشي كورس الاخراج مثلا ملوش علاقه مثلا بجزء كريتيف، كنت بتعمل ايه عشان تتعلم بقى الحاجات بتاعه النوليدج بتاعه الادفيرتايزنج نفسها؟ الفتره دي فعلا كنت وقفت هيثم مسامره هو اللي انا استعنت بيه. اتكلمت في مره قلت له هيثم ايه الكلام، انا ما درستش الكلام ده، فهل في بقى كورس وشهاده وبتاع؟ اي لا، انت لازم تتفرج على اعلانات كتير فشخ، لازم يكون الفرجه على الاعلانات ده روتين يومي. هو انا بصحى بفطر بشرب القهوه بتفرج على كام اعلان وابدا اشتغل. مش عشان تسرق منهم، بس هو اكشن نسرق منهم. صح يعني اكيد اكيد. وده درس برضو فيزو علمهولي. كلنا فاهمين يعني ان الافكار ما بتتخليش من العدم، بتتخلق من اكسبيرينسز كتير جدا شفتها وعشتها وبتاع، فبتاخد مزيكه الاعلان ده على اكزيكيوشن معين في الاعلان ده فلان. انت فاهم القصه، بنخلق الاعلان اللي بنطلعه اللي بيبقى مختلف عن كل الحاجات الثانيه، بس بيبقى انت فاهم يعني في كتاب يعني لو حد عايز يعرف انا ستيل لايك ان ارتست ده، يعني خلاص هو بيقولها تعملها ازاي يعني. بس فهو قال لازم تتفرج كتير جدا 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 جدا، ولازم وانت بتتفرج ما تتفرجش بعين المشاهد، تتفرج بعين الاناليست. فتاخد الاعلان تتفرج عليه وترجعه لبريف، تبتدي تتخيل طب هو البريف راح للكرييتيف ازاي، عشان تعرف البروسيس بقى بتاعت التفكير. طب ده عشان كده الكرييتيف فكر في الانسايت الفلاني وعمل الكونسبت الفلاني وحط البرودكت بالطريقه الفلانيه اللي بتجاوب على كل الانسايت كده. فدي فعلا اجي اتفرج على اعلانات بتفرج بقى بعقل الكرييتيف. طب ده عمل كده ليه؟ طب المشهد ده ليه؟ فمن هنا بقى ابتدى ايه افهم الدنيا ماشيه ازاي. حتى كان في فتره من فترات رامز بتاع طياره مسميني المكتبه، ابتدى اتفرج على اعلانات كتير فشخ لدرجه ان انا ما فيش اعلان مثلا من سنه 2016 لسنه 2020 مثلا ما اعرفوش. ما فيش اعلان في العالم. يعني ابتدى اتفرج على اعلانات في البرازيل، اعلانات في اعلانات في الفار ايست، اعلانات في مصر، اعلانات في الخليج. انت بقى خلاص بقى انت ما دي شغلتك، فانت لو مش هتذاكرها مش يعني فاهم ده جوب يعني. صح. فبس وابتديت اقرا برضه من ضمن الحاجات اللحظات كده اللي في حياتي اللي وضحت لي حاجات مهمه قوي. كنت مره رحت انترفيو مع هشام اللبان في كايرو، فقعد معايا بتاع قال لي انت تمام انت مبسوط منك وبتاع، بس عايز اسالك سؤال، انت بتقرا؟ قلت له طبعا، يعني زمان كنت بقرا مجله ميكي بس انا حاليا بقى مش بقرا يعني. قال لي طيب انت مفيش كريتيف مش بيقرا؟ قلت له ليه؟ قال لي انت القرايه دي ده عالم انت لسه ما اكتشفتوش. المهم يعني لم اوفق في هذا الانترفيو، بس طلعت من هذا الانترفيو ان انا لازم اقرا. ومن ساعتها بقى بقرا بقى زي الحمار. يعني بقرا في كل حاجه بقى، بقرا روايات، بقرا كتب عن ادفيرتايزنج. وساعتها برضه لما مره قعدت مع فيزو قلت له قول لي بقى الكتب اللي انا لازم اقراها في ادفيرتايزنج. اداني برضه 3-4 كتب عن لحد النهارده هم دول منهم ستيل لايك ان ارتست. لحد النهارده هم دول اللي كل شويه اصلا بقراهم. يعني في كتاب اسمه جود ادفايس ده انا قريته مرتين وهقراه الثالثه. اوكي. لا يعني فابتديت بقى خلاص بقى ابتديت لا في قرايه وفي فرجه لازم تتعمل يعني. حلو قوي. لا يعني مبسوط ان انت بتتكلم ان يعني رغم ان انت كان عندك نجاحات ممكن تكون خلاص في ناس معينه بتتفرج عليها وشايفاها لذيذه وبتضحكهم وكل حاجه ثرو بقى المواطن المصري، او ان انت كان عندك تراك ريكورد وكل حاجه، ان انت كنت اي نصيحه بتتقال لك جديده
فخلاص مجال انت داخل عليه انت كنت بتحس ان هو لا انا محتاج ازود حاجه جديده عندي، انا ما اعرفش اي حاجه لسه في الاعلانات، فانا محتاج اتفرج على اعلانات كتير، قرايه، محتاج اقرا كل الحاجات دي، محتاج ان اكون بعرف اعملها عشان تاني يعني احنا في الاجيال كل شويه بتقعد تختلف من جيل للتاني، بس في ناس كتير ممكن تكون فاكره ان هي لو دخلت عملت تجربه بيتش واحده تانية لغايه 10 بتيجي تحس ما مشيتش، فتحس ان الموضوع وقف والدنيا خلاص حياتي واقفه ومفيش حاجه بتمشي معايا. بس لا الموضوع كنت في حلقه مع خالد قمار كان بيقول انا ابتديت احس ان انا يعني المشاريع ابتدت تمشي بجد في مشروع رقم 200 ده خلاص كده وقتها يعني الدنيا مشيت، ده كده المشاريع رقم 200 اللي تنفذ ما كانش مش بيعد بقى المشاريع اللي اترفضت، لا ده اللي كان اكشلي تنفذ. فبتكون في فعلا يعني behind the scenes لكميه تجارب ناجحه وفاشله كتير قوي قوي حصلت لغايه ما حد يبدا يحس ان هو عمل حاجه. طيب احنا خلصنا مرحله طياره ودخلنا مرحله FP7 وكنت بتتكلم ان انت تقريبا قعدت 7-8 شهور، انت لسه مش حاسس ان في حاجه طلعت بالظبط. اوكي الفتره دي كافيه ان هي تخلي الواحد مش بس يبقى عنده شكوك في نفسه، يجي يحس ان هو الحته دي مش بتاعته وانا مش هعرف اكمل. هل بقى الشعور ده حسيت بيه؟ ولو حسيت بيه تغلبت عليه ازاي؟ لا ما حسيتش بيه، بس كان عندي شعور عام بالفرستريشن، فاهم قصدي؟ لان كتير جدا من البروجكتس دي اتلغت مش بايدي. يعني في مثلا مره قدمت حاجه الاورنج وتوافق عليها، اورنج سابت FP7 بعدها باسبوع مش مشكلتي خالص. ومره قدمت حاجه بعد ما الكلاينت سمعها، دي برضو الدروس اللي انا اتعلمتها، قال لك بس لا ده بره البادجت. طبعا سؤال البادجت ده انا اول حاجه بسالها قبل ما الاكونت يديني بريف. صح. اهلا مساء الخير، البادجت كان من الاخر خلص. صح. خلص. فاهم؟ عايز اعرف لان على حسب انا هعمل فكره 4 ايام تصوير ولا هعمل فكره على كرسي. هو محتاج اعرف. افكار كتير اترفضت لاسباب مختلفه، وفي منها افكار وحشه اترفضت يا جماعه مش عاجبني تمام يعني، فاهم؟ بس كانت 8 شهور كده غسيل قوي ان انا جاي من طياره، وكنت بقى في طياره فاكر نفسي ايه بقى وسع الشركه يا جماعه، فاهم؟ كنت متخيل بقى فاهم انت الFP7 السبل نفسهم هيستقبلوني على الشركه اهو من اول الشارع. لا ده ما حصل، ده مش دي الحقيقه. صح. رحت قعدت 8 شهور ما طلعتش حاجه لحد ما ربنا كرم وعملنا بقى اتصالات ده فرقع وربنا بقى. وفي النص باي ذا واي في اخفاقات كتير جدا برضه، في اعلانات مش مغيره اكيد عادي اكيد لا طبعا صح. في اعلانات مش مغيره. صح. حلو ان انت وقفت عند النقطه بتاعت البادجت، بس تعالى قبل ما ندخل في مرحله البادجت نتكلم بقى على فكره انت كنت بتتكلم انت البريف ده بدا عندك حاجه انت ما كنتش تعرف يعني ايه بريف، بس كانت قاعده في الجامعه الشباب بتوع عايزين يعملوا مشاريع بتوع بيقولوا عايزين يعملوا ايه، فده كان بريف تمام لغايه ما دخلت على البريف بتاع الادفيرتايزنج. ممكن تحكي لنا انت علشان تعرف تبدا تفكر في فكره بتحتاج البريف يكون فيه ايه علشان تبدا تعرف تطلع الفكره؟ ببقى محتاج فيه الحاجات الاساسيه اللي هو البيزك. زي ايه بقى؟ زي البرودكت اكيد. يعني ايه البرودكت؟ التارجت اودينس مهم جدا، عايز اعرف بكلم مين. الاوبجكتيف انت عايزه يحقق ايه، هذا الاعلان ده عايزه يحقق ايه، وعايز الكونسيومر لما يشوفه يقول ايه او يبقى ايه الرياكشن بتاعه تجاه هذا الموضوع، والمسج عن البرودكت بيقول ايه. فاهم قصدي؟ يعني ده بالنسبه لي اهم حاجات كده لازم ابقى ايه عشان افهم انت ايه الكلام. بتتكلم مين، عنده كام سنه، عايش في صفت اللبن ولا عايش في عطاميه، عايز افهم انت بتكلم مين. صح. دي مهمه جدا يعني، دي اهم بالنسبه لي من اهم الحاجات اكيد يعني تارجت اودينس. والبرودكت عايز يقول انت عايز تقول ايه مان. صح. حلو قوي يعني في فعلا ناس مش عارفه هي عايز تقول ايه. صح. ربنا ما يرزقكم بالكلاينتس اللي مش عارفه يعني الكلاينت اديوكيشن بيكون مرحله اصعب بكتير من عايز ايه. صح. بحس طب انا اعمل ايه، انت مش عارف انت عايز ايه، انا اعمل ايه. ايوه. المشكله بقى ان ده ساعات بيجي ان انت تشتغل له مره واثنين وثلاثه، وكل مره بيديك كومنتس مختلفه عن الثانيه. لا اصل الفكره دي مش عجباني عشان كده. بقول لك يا ابن الناس ما تقعد كده تسمع انت والتيم بتاعك. صح. شوف انت عايز انت عليه. طيب في الحته دي بقى لو انت بتتكلم على التايب اوف كلاينتس دول، هل الكلاينتس دول ممكن تقول انت كنت تقابلهم اكتر وانت في مرحله طياره، ولا لغايه دلوقتي ممكن تكون بتقابل كلاينتس زي دول في FP7؟ فحتى مهما كبرت الايجنسي برضو ممكن تلاقي الكلاينت بالنوع ده في اي حته مهما كان السكيل بتاعك. اوكي حلو قوي. كمان كلاينتس بيبقى هم انترنالي في ما بينهم مشاكل. انا عايزه ده وانا عايزه ده، فبتبقى انت فاهم اكنك قاعد ما بين 2 متجوزين. يا جماعه طب ما تحلوا مشاكلكم وتعالوا. صح.
لا بنشوف بلاوي سوداء يعني. صح. بتهندل بقى الكلاينتس دي ازاي؟ علشان في ناس بتبقى فاكره ان دي بص دي مرحله عابره، هعدي على الطيب ده من الكلاينتس في حياتي وبعد كده خلاص لما اكبر بقى اكيد بقى اكون بتعامل مع ناس بقى يعني فاهمه هي عارفه هي عايزه ايه. بتهندل بقى الكلاينتس دي ازاي؟ والله على حسب حاجات كتير قوي يعني، مع رأي على حسب حاجات كتير، على حسب مودي كمان انا شخصيا. يعني انا مثلا زمان كنت طيب اكتر، انا عارف كده، فكنت بقعد مع خالد ايه بس مالك وبتاع، طيب معايا يلا نحاول نحل. انا من زي دلوقتي لما دخلت بقى في شركه بقى زي اف بي 7 وبتاع، انا بقول للاكونتس يا باشا ده مش هشتغل عليه، صلحه وتعالى خلاص. انت باي اكسبيرينس بقى انت بتفهم البريف الغلط لما تقراه. يا جماعه ده بريف مش واضح، الناس دي عايزه ايه، الناس مش، او ساعات كمان بتظهر بعد اول سبمشن، بعد ما اطلع فكرتين ثلاثه وراح بريزنتهم الكومنتس نفسها بحس ان لا يا جماعه ده كلاينت هو مش عارف هو عايز ايه، لو سمحتوا عدلوا البريف ده صلحوه بقى. زمان كنت بحس ان انا اللي فيها مشكله. اوكي. كنت بشتغل 5-6 مرات. دلوقتي لا، دلوقتي انت البريف الغلط خلاص، انت باي اكسبيرينس بتحس ان ده غلط يا جماعه رجعوه له لما يصلحوا ان شاء الله، او في حاجه ناقصه فيه، او انا من غير الحته دي انا مش هعرف اشتغل. ومنها مثلا زي ما انت اتكلمت هو موضوع البادجت. في كلاينتس بيبقى عندها ريزيستنس كبير جدا جدا ان هي تشير البادجت، تقول لك لا يعني طلع انت الفكره وقول لي هتكلف كام قبل ما انا ابدا اشتغل. الكرييتيف يعرف يعني يعدي المرحله دي ازاي؟ لا غلط يعني، غلط تماما. بس بتحصل. لا ما انا بغلس بقى، ما انا احنا كمان لا يا باشا مش هشتغل. في حاجات كده ببقى فيها واضح وصريح وغلس، فاهم قصدي؟ يعني انا عارف ان انت الكلاينت اللي عميل على حق والكلام ده، بس في اوقات ببقى غلس يا جماعه مش هشتغل وسامح لفلوس في المكتب، خد ده البريف ده والله ما هشتغل عليه لما تجيب لي بادجت. ليه؟ لان انا عشان انا I've been through this many times. اقعد اشتغل اسبوعين 3 والشهور صح، ويجي يقول لي لا انا معيش الفلوس دي. طب ما قلتليش ليه من الاول؟ ايوه انا في اعلانات من احلى الاعلانات اللي عملتها في حياتي كانت ب3 جنيه ونص. يعني مش عارف اسرار الشركه بقى ولا ايه. يعني في اعلان قول اخر اعلان فايرل انا عملته في حياتي كان اعلان نسكافيه السنه رمضان مش اللي فات اللي قبليه، بتاع اللي هم بيعملوا نسكافيه على الهواء بتاع كريم عايش طلع فيه. الاعلان ده البادجت بتاعته تضحك. احنا رحنا مش عارف اقول كده ولا لا، احنا رحنا الشوت بعربياتنا. اوكي. ما فيش بادجت نجيب لكم عربيه. انت لا انت مش فاهم. انت مش فاهم. اوكي. انت مش فاهم، في اسرار مش هينفع اقولها. ايوه اكيد. بس الاعلان ده اتعمل ب3 جنيه ونص. اتس نوت اباوت هاو ذا بادجت از لو اور هاي. صح. اتس اباوت قولها لي يا حبيب قلبي، عرفني البراكت عشان اعرف بس افكر في انهي مقاس. يعني احنا بس من اول لحظه يا جماعه احنا ما معناش غير كذا، خلاص انا اتصرفت على هذا الاساس هعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ فطلعت فكره لوكيشن واحد يوم تصوير واحد، الحاجات بقى اللي احنا عارفينها دي، فاهم؟ مظبوط. فبالعكس اتس نوت اباوت البادجت كبيره ولا صغيره، اتس اباوت قول لي يا معلم يعني انت بتخبي عليا. ايوه انت بتخبي عليا يا صح صح. طب ازاي بقى ولما نيجي نتكلم عن موضوع البادجتس دي، البروديوسر في الاخر هو اللي بيبدا يشوف هو ممكن يالوكيت البادجت دي ازاي، بس ازاي الكرييتيف لما بيعرف بادجت بيعرف انا ممكن اعمل بادجت تروح في انهي مقاس؟ ازاي بتقدر يبقى يعني هل المفروض يكون عندك درايه بالاسعار ولا المفروض تكون ايه الحاجات اللي بتفكر فيها؟ فلما تبقى عارف مثلا في براكت انت شايف ان ده ضيق، من ابسط الحاجات بنقول ماشي هعملها لوكيشن واحد، بس ايه الاليمنتس التانية اللي المفروض الكرييتيف يكون عارفها علشان لما يبقى عنده معلومه عن البادجت يكون حاططها في مقاسه؟ لان في واحد مثلا ممكن يكون فاكر ان البادجت مثلا احنا بنتكلم يعني ايه $10,000 مثلا، يجي يفكر طيب ما ده مثلا 2 لوكيشنز مثلا مش 1 لوكيشن، تمام؟ حد تاني ممكن يجي يقول لك لا $10,000 ما هي اخرها هتبقى 1 لوكيشن، اخرها هتبقى ممثل واحد او 2 and so on. الكرييتيف المفروض يبقى يعني النولج بتاعته في الحته دي وصل لغايه فين عشان يقدر على الاساس ده يفكر في المقاس بتاعه؟ والله بص انا بحسبها بعدد ايام التصوير. اوكي. ده نمبر 1 بالتالي بعدد اللوكيشنز. بمعنى ان مثلا دلوقتي المتعارف عليه في الشركات الكبيره زي جي دبليو جي وزي اف بي 7 وزي البي بي دي او والكلام ده، ان في كده هي عارف انت عرف كده ان يوم التصوير النهارده بعد الدولار والكلام ده ب3.5 مليون. فانت خلاص بتبقى فاهم ان ده يوم تصوير بمخرج كويس، مخرج واحد من التوب عادي ان شاء الله انت تعرف تجيبه، وتعمل يوم تصوير لذيذ. فبالتالي يوم التصوير ده ما يكونش فيه نقلات كتير، فيبقى لوكيشن او 2 ماكسيمم وحلو قوي على كده، فاهم؟ انا بحسبها كده ان اليوم بكام؟ ب3.5 مليون.
فانت البادجت بتاعتك انت كام بقى؟ اوكي 3.5، يبقى ده يوم تصوير. اوكي تحت ال3.5 لا، يبقى دي بقى ايه، ننزل بقى بالمخرج وننزل باللوكيشنز وننزل بالكلام ده. اوكي. ولدرجه ساعات بنفكر طب ما هو لو بادجت كده ممكن نخرجه احنا، فدي برضه ساعات بقى ايه، بنطلع بقى فكره سهله ان انا اخرجها انا ككريتيف، فما اعملش بقى حركات كاميرا مش عارف عامله ازاي وفكره، لا انا كتكنيكاليتيز انا برضه في الاخر انا كوبي رايتر، مش هنكذب على بعض يعني. صح. والاكسبيرينسات في الاخراج مش قد كده، بس فهطلع فكره سهله اعرف انا اخرجها. اوكي. فانا بالنسبه لي على حسب يعني، انا بحسبها بيوم التصوير. يوم التصوير ده يونت، اليونت ده اللي هو اكس، الاكس ده بكام النهارده؟ 3.5 مليون. اوكي. انت معاك كام اكس؟ ومن هنا بقى نبدا نتكلم. اوكي. وساعات كتير البرودكشن بيقول لي لا انت فكرتك دي معديه الفلوس دي. فببتدي انا بقى ايه، اغير في السيتويشن. حلو قوي. بدل ما اعمل واحد متصور على يخت، لا اخده اصوره على شاطئ في الجونه، قاعد على الشاطئ. ما هو يخت تأجر يخت وانت فاهم صح صح. فبشوف بقى انا بقيم الدنيا. اوكي. وبراجع بقى السيتويشن اللي مولع قوي بحاول اشوف له الترنتيف. اوكي. فانت الكونفرزيشن دي برضو يعني بيكون فيها انترنالي فيها ديسكشنز برضو بتخليك تقدر تاكد الانديكيشن اللي انت عامله للفكره ده رايح في مقاس البادجت الكلاينت محددها ولا لا. اوكي ماشي. يعني هو دي بس الحاجات اللي ايه بحاول ميك شور ان احنا بنهامر عليها. المخرج مثلا بيعمل تريتمنت، التريتمنت دي فور اكزامبل بيقول لك طب انا محتاج في التريتمنت دي ميك اب ارتست، الميك اب ارتست ده لوحده هياخد 300,000 جنيه. فلا، طب ما ده مشكله. طب انت ليه عايز ميك اب ارتست؟ عايز تعمل سبيشال افكتس ليه؟ فلو ده حاجه فاليد بنضطر نيجي على حاجه تانية عشان نحقق له اللي هو عايزه. صح. انما لو هي حاجه لاكجري، طب ما نفكس الموضوع السبيشال افكتس ده ونعمل مكانه كذا. فساعات برضه مع المخرج نحاول نهدي البادجت. جميل جدا. طيب جبت انت سيرة دلوقتي المخرج، وخلينا نتكلم على حاجة. انت ككرييتيف في الاخر لما بتخيل فكرة بتخيل ان انت مثلا انا متخيل الفكرة دي مناسب ان يخرجها المخرج ده او ده او ده. الفكر ده بيبدأ ازاي او بيجي منين بقى ان انت تحس ان حد مناسب؟ من الاكسبيرينس والفرجة. اوكي. يعني من الاكسبيرينس بتاعتي مع المخرجين دول والفرجة. يعني مثلا انا بالنسبة لي مثلا نادر النقوري ما اشتغلتش معاه ولا مرة. بس انا فاهم ان في فكره لما اطلعها دي نادر نقولي وش. اوكي. اشتغلت معاه ان هو عمل تريتمنت بس ربنا ما وفقنيش في الشغلانه. اوكي. اشتغلت معاه مرتين يمكن. بس فاهم قصدي. ففي فكره كده انا بطلعها كلها باشا دي تميم خلاص انتهى، دي احمد حسين. فكده بقى في افكار تبقى تشاور عليها تقول هي دي. اوكي. طيب وبالنسبه دلوقتي حالا حاجه زي ما احنا بنتكلم بقى من الفيترن زي FP7 بقى او ليبرنت او BBDO، يعني دول في الاخر established agencies جدا جدا، وبيكون لسه في مخرجين صغيرين لسه طالعين. لو الكرييتيفز اللي موجودين في الايجنسيز الكبيره دي دايما بيفكروا في الفيترنز كمخرجين اللي موجودين في الفيلد اللي هم خلاص معروفين وعاملين كل حاجه، المخرجين الصغيرين ممكن يعملوا ايه عشان ياخدوا فرصهم يظهروا يبانوا على الساحه؟ لازم بقى بس هو دلوقتي في حاجه مهمه جدا. بالعكس انا شايف ان دي فرصه رهيبه للمخرجين الجداد. فرصه رائعه. ليه؟ لان تتبع المخرجين الكبار دلوقتي وده موجود في السوق وبنعاني معاناه. 3/4 بيشتغل في السعوديه، يعني بيشتغل في بريفات سعوديه. يعني مش 3/4. ايوه يمكن 100% منهم. صح. فلدرجه ان مثلا اخر بريفين 3 اشتغلت عليهم ما فيش. فبالتالي بالعكس ده دلوقتي احسن وقت للمخرجين الصغيرين. وفعلا الفتره اللي فاتت ابتدينا نسمع تريتمنتس من كذا مخرج صغير كذا مش هقول لك واحد ولا كذا. فاهم قصدي؟ فلا بالعكس. وبتعرف وجودهم منين بقى يعني عشان يقدروا يشدوا انتباهك وتحس ان ده مناسب، ما تبقاش حاسس ان انت انا ممكن اريسك مع كلاينت ممكن يكون مهم او كبير عندي؟ والله من الفرجه بقى مش عارف. اوكي. من الفرجه. اوكي. يعني انا بالنسبه لي لو في مخرج مثلا ما عملش قبل كده ولا اعلان، لا طب انا هخرج انا بنفسي. لو الموضوع يعني مأزم قوي كده هخرج انا بنفسي. انما لا، في مخرجين بيبقى عملوا اعلان او 2 زي كريم عايش هو اصلا كان ECD بتاعنا ولسه بادئ اخراج. صح. لا انا كريم عايش انا شغال معاه، اشتغلت معاه بريف وهشتغل معاه بريفات جاي يعني خلاص. فاهم قصدي؟ لا بالعكس يعني هو بالعكس الفتره دي احسن فتره للمخرجين اللي عايزين يطلعوا. اوكي يعني حلو قوي. بس تعالى برضو نحاول نفرق ما بين المخرجين من الايجنسي باك جراوند ونتكلم على ان في مخرجين بيطلعوا من تجارب تانية ممكن ما يبقاش لسه عندهم بورتفوليو كبير، بس يعني اما طالعين اندبندنت او كانوا مساعدين فتره طويله بس لسه ما عندهمش هم البورتفوليو بتاعهم. تقدر برضو
يعني لو هتدي نصيحة لأي حد منهم أو أي حاجة، يكونوا بس بيفكروا في إيه علشان يلينكوا في الحاجة. لأن برضو ساعات بحس المعادلة دي بتبقى صعبة قوي، وهي أنا عارف في الآخر أنت عندك responsibility إن أنت لو أنت بتقول للكلاينت أنا برشح المخرج ده إن هو يعمل حاجة، ففي الآخر المفروض إن الكلاينت يحس إن أنت يعني واثق في الشخص ده عشان أنت تيجي ترشحه. بس في كرييتيفز كتير قوي لما يجي يبص على مخرج let's say هو عمل 3 جينجلز مثلا، جت حاجة فيها ستوري تيلينج، هو لسه ما جاتلوش الفرصة ان هو يعمل حاجة فيها ستوري تيلينج، لان ستايل الاعلانات اللي هو جات له لغاية دلوقتي او اللي عملها لغاية دلوقتي كانت جينجلز. ازاي ممكن نيجي نحس ان هو في الاخر طب ما هو عمل الجينجلز حلو جدا، هل بنديله فرصة في الستوري تيلينج ولا بنحس ان هو ما عملش الستايل ده قبل كده؟ بص على حسب، في حاجات مثلا هي حاجة بالنسبة لي الكوميديا بالنسبة لي ليها ناسها فشخ. الكوميديا بالذات ليها ناسها ما فيهاش. عمري ما هريسك مع مخرج عمل جينجلات قبل كده ان هو يخرج لي كوميديا، صعب قوي صعب قوي يعني. انما اللي اخرج جينجلز قبل كده من صورته اعرف اخليه يعمل اعلان ستوري تيلينج بكلب بفي او بفينيتس، خلاص انا عارف صورته عامله ازاي. فساعتها فاهم. انما الحاجات بقى اللي هي الكوميديا او الحاجات مثلا اللي فيها جرافيكس بقى والسي جي اي، لا ما هو ده برضو في مخرجين اكسبيرينسد قوي في الحته دي. فالحاجات اللي هي خطر دي لا هروح لمخرج اكسبيرينسد احسن. ولكن بالعكس اللي عمل جينجل ده لا هو صورته هتخليه، طب ما الواد ده صوته حلو، طب ما تيجي نخليه يعمل اعلان الفلاني بالفي او الفلاني، مش جينجل خالص. بتبان يعني. اوكي طيب سبيكينج اوف الكوميديا مش حاجه سهله خالص ان هي تتعمل كافكار. ازاي الواحد يكون بيعمل اعلان ويبقى حاسس من جواه يعني عادي؟ يعني الناس ممكن تختلف جدا جدا في اذواقها، وممكن واحد يبقى عامل فكره مقتنع الفكره دي بتضحك والفكره دي كوميديه، بس ازاي الواحد يقدر يماجر ان الفكره دي فعلا كوميديه؟ تعمل حاجه زي دي ازاي بقى؟ صعب قوي والله مش عارف. لان ساعات انا بقعد نفسي في الفخ ده. يعني ساعات بقى بفكر ان الفكره دي يا نهار اسود لو الناس شافتها هتكركر، وهي مش كده. ولما تطلع وعملت اعلانات كده كتير، مش كتير يعني، بس في اعلانات انا ككريتيف بقى متخيل الفكره دي يا لهوي الناس هتعيط وما فيش اي حاجه. اوكي. والعكس صحيح، ساعات بقى كاتب سكريبت لايت كوميدي الناس بتتفشخ ضحك. لا ده سؤال مش سهل. اصل انا يعني عديت على ناس كتير قوي عندهم ما شاء الله المقدره لما يكونوا بيطلعوا افكار بيضحكوا على افكارهم. يعني هم بيعملوا حاجه يبقى هو بس يفكر يبقى عمال بيضحك عليها، خلاص هيموت تمام. فببقى عايز اعرف هل في ناس ممكن تكون ضحكتها سهله وفي ناس تانية لا ضحكتها مش سهله قوي، في ناس تانية عاديه يعني بالانسد هنا وهناك. يعني في الاخر التارجت اودينس مش حاجه سهله ان انت تبقى متاكد ايه اللي هينجح معاه وايه اللي مش هينجح معاه. فتاني ممكن لغايه ما نقول عشان تبقى على قد ما تقدر بتعمل اللي عليك تكون بتحاول تركز على elements زي ايه في الفكره عشان تحاول ان الكوميديا تكون relevant. بص في طريقين في هذا الموضوع بالنسبه لي ككوميديا بالذات. في طريق السهل بتاع الانسايت، الانسايت الانساني، الانسايت اللي هيكليك مع الناس. وده ظهر جدا في مثلا قهوه الطالب المصري. انا كنت طالب في يوم من الايام، فلما جه ونورهان كانت معايا، لما جينا نطلع الفكره ايوه طبعا انسايت فشخ ده هو ده. زي مثلا الاعلان بتاع ان انت كمهندس الناس كلها فاكراك بتصلح الحاجات، انت كدكتور حتى لو سنان هتعالج عمك اللي عنده حاجه في القلب. يا جماعه انا وده حصل لنا كلنا. انت في الميديا اكيد في ناس كتير، انت اكيد بقى صاحب محمد رمضان. ما هو مش اي حد شغال في الميديا بقى صاحب محمد رمضان، ايه العلاقه؟ بس الناس اللي بره شايفاك كده، فده انسايت كلنا عدينا فيه كطلبه. فده مثلا من الحاجات اللي كنا شبه متاكدين ده هيعلم مع الناس يا جماعه فور شور. لان دي حاجه زي مثلا الاعلان برضو اللي عملناه بعديها بتاع البروكراستينيشن، اللي هو الطلبه اللي عشان اذاكر يبقى ايه اشرب كوبايه الشاي، خد بالك بس جوعت بقى فانا هاكل. بعد ما اكل طب ما انا كبس عليا هريح نص ساعه. ده انسايت كلنا كنا بنعمله صح. فبرضو الاعلان ضرب مع الناس. فاهم قصدي؟ ده طريق اللي هو الانسايت الانساني الحقيقي اللي الكلاينت لازم يوافق عليه. فاهم قصدي؟ وفي حاجه ثانيه بقى، دي بقى هي دي اللي بتحتاج قوه ثقه في النفس اولا، ثم ثقه الكلاينت فيك. اللي هي مثلا انت شايف جوك انت عارف ان هي ضحك الناس باي اكسبيرينس. يعني انا مثلا فور اكزامبل
من ضمن الفيديوهات اللي انا مستغرب جدا ان هي سمعت للمواطن المصري، اللي هو اكتر فيديو جاب لي فيوز بتاع العصير. اكتر فيديو جاب لي فيوز. لو فكرت في الجوك، لو انا حكيتها لك كده، ايه يا معلم اللي انت بتقوله ده؟ بس انا كان في حاجه جوايا انا والجوك دي كانت بيني وبين هريدي صاحبي، انا وخالد وهريدي وبتاع، واحنا بنهزرها. ما اعرفش في حاجه جوايا انا حاسس ان الهزاره دي لو طلعت بره يا انا وهريدي هتضحك الناس. انا متاكد يا جماعه، فاهم؟ انا في حاجه كده انا متاكد يا جدعان. فقلت حتى لما قلت لهريدي انا هعمل الجوك بتاعتنا دي هعملها في الفيديو اللي موت، قال لي انت متاكد الناس هتفهمها؟ قلت له ما اعرفش، احنا بنهزر يعني. تمام. الفيديو ده نزل هو مش بيتكلم عن حاجه، يعني المواطن المصري لما علم مع الناس علم علشان الانسايتس. ان انا مثلا اول فيديو علم مع الناس الحظر، ان احنا قاعدين في الحظر كلنا متضايقين عمالين ناكل، انا جبت الانسايتس من على النت حطيتها في فيديو فسمع. ليه؟ لان ريليتد للناس، الناس اتس هيومن انسايت، فاهم قصدي؟ فعلم مع الناس. فده الطريق التاني بقى، ان في حاجات كده انا ببقى شايفها يا جدعان. يعني مثلا اعلان ده مثلا زي اعلان احمد حلمي بتاع انا اتجوز انت تلبس، انا ورهان طلعنا الجوك دي وابتدينا نتكلم بيها في المكتب كتير. لقينا ان الناس اللي حوالينا ابتدت تعمل كده برضه، فحسينا ان هي طبعا هي حاجه ريسكي، بس احنا عارفين ان دي هتضحك. ايوه هي حاجه جواك كده، هي هتضحك يا جدعان. حلو. يعني العالم ده اصلا لا ليه انسايت ولا الهوا يعني. تمام. هو في حد يعني بيتكلم كلمه، يعني في انسايت طبعا يعني. بس قصدي مش الانسايت بقى اللي هو انساني هتحس بيه من جواك. ايوه جوك عبيطه بس تبقى انت حاسس دي هتضحك. صح. دي بقى ما اقدرش اقول لك دي أوكي. يعني الساده المشاهدين دي مش عارف اقول ازاي تبقى جوايا كده بقى دي يا جماعه هتضحك خلاص. اوكي. طب سبيكينج اوف العبط، اي حد بيفكر بيعمل حاجه كوميدي المفروض ما يبقاش عنده الفير اوف ان هو يميك ا فول اوت اوف ذيم سيلفز. صح ولا غلط؟ يعني في الاخر انت ممكن تكون بتقول حاجه انت شايف انها بتضحك، بس انت عشان تقول الجوك وانت لسه تعرضها للكلاينت، انت ممكن تكون عشان تمثلها له او حاجه هتحط نفسك في بوزيشن انت مش بتتكلم جد دلوقتي، انت بتحاول تبرفورم حاجه ممكن تحطك في الاخر في بوزيشن ان انت قدام الكلاينت هو شايفك دلوقتي حالا قلبت ايه بالظبط. تمام. فالمفروض يكون بيفكر في كوميدي، ما المفروض ما يبقاش عنده التحفظ ده ان هو الناس هتبص له ازاي، هتشوفوا ايه. المفروض يكون سايب لنفسه البتاع، قول عليا اللي تقول عليا عشان اعرف اقول الجوك. واي بيرفورمر اي كوميديان المفروض يكون عنده المساحه ان هو يكون عنده ان هو يعمل حاجه زي كده. طيب لو هيجي نتكلم بقى في الحته دي، الكلاينت لو مش شايف الجوك بتاعتك بتوصلها له ازاي اكتر؟ بتعمل ايه؟ على حسب السيتويشن برضه. يعني الكلاينتس بتبقى اللي هو انت وصلت معاه ده اوكي هو يا باشا ده خلاص هعمل ايه؟ هلف واطلع بالفكره واطلع بره مكتبه يعني. اوكي. انما على حسب برضه الكلاينت. يعني مثلا كلاينت زي نسكافيه، انا نسكافيه ده اشتغلت معاهم 3 اعلانات فاوريدي بقى خلاص بقينا اصحاب، فخلاص في ثقه. حلو يا جماعه دي هتضحك خلاص يا علاء توكل على الله، بس خلي بالك من 1 2 3. فاهم قصدي؟ في كلاينتس اللي ما تعرفكش. بص انا الصراحه الحمد لله انا ام لاكي انف ان انا ايم ستاند اب كوميديان وبعمل، فانا اوريدي ساعات لما بدخل الكلاينت بيبقى اوريدي عارفني من قبل حتى لو مره شافني. حلو. فده تو بي فيري اونست بيساعدني بالظبط. هو ده اللي كنت اقول لك بقى. خلاص ما انا اوريدي عملت اكزامبلز مش معاك، عملت المواطن، عملت بودكاست، عملت اعلانات كده، فاوريدي انت فاهم انت بتكلم مين. فاهم قصدي؟ فده الصراحه بيساعدني. وفي ساعات بوصل لديد اند وببقى مؤمن جدا بالفكره، بس هعمل ايه؟ اوكي. طيب وهل الكوميديا دلوقتي حالا الكوميديا بتتصنف لانواع؟ في كوميديا في الاخر ممكن تيجي من الدايلوج، وفي كوميديا بصريه. ايه الفرق ما بين الاثنين، وازاي الواحد يعرف يعمل حاجه تكون فيها الاليمنتس المختلفه دي؟ والله مش عارف، بس انا مقتنع ان اي كريتيف بيكتب اعلان. عشان كده كنت بحب دايما اكتب بالطريقه اللي هي اللي بيقولوها في فرنساوي تقريبا، اللي هي اوديو فيديو. لان انا بالنسبه لي الكونتنت اللي انت بتعرضه على المشاهد هو اوديو فيديو. فانت ليه بتستخدم الاوديو بس؟ اللي هو النكته البتاع. طب ما في فيجوال انت ممكن زي مثلا من الاعلانات اللي بحبها جدا 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 بتاع تكييف مايديا بتاع كريم عايش اللي طلع فيه برضه، اللي هو بتاع يدين انجلترا. ايوه ده فيجوال جوك بانتجاب. هو اصلا انت لو فكرت فيها هو مش بيقولوا، ما قالوش افيه في الاعلان. هو اتكب عليه المكرونه فابتدوا دي انجلترا، لا دي ايرلندا، دي مش عارف ايه. خلاص يا باشا
هي اصلا فيجوال، هي فيجوال جوك، صح فاهم قصدي؟ صح. وجامب كات على الراجل اللي وراه طبق لحمه واقع عليه وبيكلموا معاه، خلاص شكرا، فاهم قصدي؟ فبالنسبه لي لا، هو الاعلان مكون من 2 لايرز، اوديو وفيديو، فاستخدم كل ما تملك عشان توصل للجوك بتاعتك. حلو قوي. طيب لو هنيجي بقى نتكلم على اختيار السيلبرتيز او الفيجرز عامه اللي ممكن تكون بتطلع في اعلان، الكرييتيفز بيعملوا اللينك ازاي ما بين الحد اللي هو ممكن يكون شايف ان هو ممكن يكون مناسب للاعلان ده، تمام، وهم بيطلعوا الفكره بتاعتهم؟ يعني احنا على مر السنين شفنا افكار كتير قوي طلعت، وناس كان بقالنا كتير قوي ما شفناهمش، في الاخر هم اللي طلعوا في الاعلانات دي. ازاي الكرييتيفز بيبداوا يحسوا ان احنا شايفين ان ده دلوقتي حالا ده السيلبرتي المناسب او الانفلونسر المناسب اللي ممكن يخدم الفكره اللي احنا بنطلعها؟ بص، هي او يعني some big times الكريتيف مش بيبقى هو صاحب القرار قوي، ساعات بيبقى الكلاينت. اوكي. ساعات الكلاينت بيبقى مثلا ماضي مع الفلان الفلاني، فانت خلاص يو هاف تو ان انت تشتغل معاه. اذروايز ساعات الكلاينت فعلا بيجي يقول لك بص يا باشا اكتب اعلانك، شوف لي بقى حد على حسب بقى، يعني على حسب مثلا في جوكس معينه. ساعات بنشوف مثلا ناس ترندنج على السوشيال ميديا، فتعالى طب ما تيجي نعمل بيهم اعلان. في مثلا افكار بتبقى مثلا انا شايف الممثل ده فيها جدا، فاهم قصدي؟ هات لي ده ياسر ياسين يا جماعه لازم نعمله، فاهم انت؟ ما اعرفش بقى ثرو اوت ان انت بتتفرج على تمثيليات ومسلسلات وافلام وبتاع، فانت ابتديت تفهم ياسر ياسين كاركتره عامل ازاي، فبتبتدي بقى انت تشوف، فاهم قصدي؟ اوكي. لا اكيد جاوبت، بس انا بس بسأل في الاخر ازاي تبقى انت لو انت الكلاينت اللي سايب لك المساحه ان انت اللي تقترح، ازاي بس تحاول تتاكد ان السجستشن اللي انت بتفكر فيه ده هيكون في الاخر مناسب للفكره اللي انت بتعملها اكتر، وتقنع بيه الكلاينت ان هو ده برضه مناسب يكون واجهه للبراند بتاعه. بص، هو اهم حاجه مبدئيا ان هو يكون ليه علاقه بالتارجت اودينس. اوكي. يعني حوار التارجت اودينس والسيلبرتيز ده دراسه بنت لذينه في شركات دي شغلتها ان انت تقول له انا عايز سيلبرتي مثلا تين ايجر بيعلم مع كلاس سي، فيقول لك يا باشا دلوقتي عندك كذا كذا كذا، ومش عارف احمد داش عمل مسلسل اللي هو جعفر العمده، فهو الناس دلوقتي ثرو الريسيرش والسيرفيز وبتاع احمد داش نمبر 2 مش عارف مين نمبر 3 مين، فدي شغلانه مهمه جدا. فالتارجت اودينس ليه يد كبيره جدا ان انت تحدد السيلبرتي، والسكريبت بتاعك يجي تبعديه، يعني الاغنيه السكريبت الدنيا، فاهم؟ اوكي حلو قوي ده ككوميديا كجد اوكي. طيب دلوقتي تعالى نتكلم عن الاعلانات، واحنا اتكلمنا ان مفيش حاجه اوريجينال، واتكلمنا ان في الاخر يعني ايه كل واحد فينا بيسرق من حاجه تانية او مش عارفه ايه، اللي هو في الاخر بيدرو الانسبيريشن بتاعه عشان يوصل لحاجه. انت الانسبيريشن بتاعك بشكل كبير بيجيبه منين؟ وتاني احنا هنا بنتكلم انت حياتك كلها دلوقتي المفروض، مش بتكلم بقى على ادفرتايزنج بس، انت واحد كستاند اب كوميديان في البودكاست، في كفايه بقى انت كل الحاجات بتجيب منها انسبيريشن عشان تعرف تكون بتقول كونتنت ريليفنت للناس. الانسبيريشن ده بتجيبه منين؟ ده سؤال برضو واسع قوي. ما هو يعني هو واسع، بس اقصد يعني ادينا بس فكره. اصل انت كل مره بتيجي تكون جاي بتتكلم على حاجه، تمام، سواء بقى لو في الستاند اب او سواء في البودكاست، بتكون بتحاول تميك شور ان في الاخر الحاجه دي هي لمسه الشخص اللي بتتكلم عليه. وبرضه في نفس الحكايه في الادفرتايزنج، انت بتحاول تاكد ان الانسايت بشكل كبير ممكن يكون هيلمس وهيخدم الحاجه، لان دي الحقيقه اللي انت بتبني عليها الفكره بتاعتك. الحاجات دي بتلمس معاك فين؟ او بتبقى انت مثلا ماشي بتيجي في دماغك تقعد تقول انا هقعد اكتبها، ولا موقف بيحصل قدامك، ولا لما بيجي قدامك فكره خلاص جايلك بريف، الحاجات دي بتيجي خلاص بقى بأثر رجعي لان هي خلاص متكونه في دماغك، ولا بقى بتبدا تنزل تعمل حاجات معينه عشان تجيب الانسبيريشن؟ بص، هو في حاجتين مهمين جدا. انا بالنسبه لي اعتقد ان لما يجي لي بريف ابدا ادور على الانسبيريشن، دي طريقه مش يعني غلط. وانت بطبيعه الحال لو انت خلاص قررت ان انت تشتغل كرييتيف، فلازم تعمل حاجتين، ان انت تكيب يور ايز اوبن وتكيب يور ايرز اوبن. حتى في كود كده قريتها مره في كتاب بيقول لك لو جالك يعني if you had the chance ان انت shut up and listen shut up and listen، ما تتكلمش بقى، ما تقعدش تتكلم، فودنك تتفتح قد كده اهو لكلام الناس في الشارع، لأم محمد بتقول ايه،
المكواجي بتاعك بيتكلم ازاي، لازم ودانك وعينيك يبقوا دايما مفتوحين ومش مفتوحين. انت تبص كلنا من الحمد لله بنشوف يعني، بس قصدي لا يبقوا انت بتشوفه وبتخزن هنا، لان ده بيطلع يعني ده في فتره هتلاقيه بيطلع، هيفتكر الكاركتر الفلاني، او هيفتكر مثلا فور اكزامبل لو انت مثلا عامل اعلان للشركه مثلا فور اكزامبل زي فانتا مثلا، فانتا دايما بتخاطب ال 16 17 الشباب اللي هم الجين زي تمام، او الالفا كمان. فانت بتفتكر قريبك اللي لسه عنده 12 13 سنه بيتكلم ازاي، او اكشن ساعات بكلمه في التليفون بقول لك وببتدي اساله، بعمل ريسيرش عليه. انت بتحب ايه؟ طب بتلعب ايه على البلاي ستيشن؟ طب بتنزل تخرج فين؟ طب بتاكل ايه؟ طب ايه الكلام؟ طب الحلقه دي انت عاملها ليه؟ فاهم قصدي؟ فبتبتدي انا بالنسبه لي انسبريشن مش بيجي لما البريف يدخل، هو انت اصلا 24 ساعه ده ودي مفتوحه، ومعاك نوت في ايدك، ان ما كانش نوت معاك الموبايل في ايدك، تكتب اي حاجه تيجي على دماغك في ساعتها. انا ساعات ببقى نايم كده اهو، خخ كده عايز انام كده اهو، بصحى من النوم عشان في فكره جت في دماغي، حتى مراتي بتقول لي ايه يا ابني اللي مصحيني، وتلاقيني قاعد على الموبايل فاهم، انا في فكره جت بكتبها. حلو. ومش مشكله تاني يوم ممكن تبقى وحشه فشخ، بس انا مش بسيب فرصه تعدي، يعني ثوت بتعدي غير ما اكتبها. حلو قوي. طلع لك النقطه طور والله النقطه موجود، مش بهزر. اوكي حلو قوي. لازم اصل بص، حتى انا دي بقولها في كل ورك شوب دي، ان انت وانت طالب لو جات لك فكره وراحت مش مشكله، مش فارقه. بس انا دلوقتي بقى بالنسبه لي لو فكره جات لك وراحت دي فلوس راحت، صح، ده ماني، انت كده بتخسر فلوس. انت دلوقتي انت لما خلاص احنا في ادفرتايزنج بنشتغل بجد، انا دلوقتي كريتيف دايركتور، انا الفكره اللي بخسرها دي بفلوس. طب ليه؟ فاهم قصدي؟ حتى في ناس بتبقى يعني الشباب جونيورز بيبقوا مستكبرين، يعني انا ادخل الميتنج ليه بنوت وقلم؟ لا. فانا ساعات اصلا بقفل بقول له يا باشا انت اطلع بره، هات ورقه وقلم وتعالى اقعد معايا، مش هتقعد معايا كده. اوكي. ده مش حاجه انت تستكبر عليه، ده لازم، صح، لازم معاك ورقه وقلم، ده مهم جدا. صح. طيب، ومن موضوع بقى ان انت معاك ورقه وقلم وعمال بتكتب حاجات وبتحتفظ بيها ان هي تكون موجوده عندك، ساعات الكرياتيف بيجي في دماغه افكار وبيحس انها حلوه جدا، وبيحس انها مناسبه لبراند معين قوي، الفكره دي لايقه على البراند قوي، انا عايز اعملها. هل وقتها بتروح تتكلم في التيم مع الكلاينت سيرفيسنج او اي حاجه، تقول لهم بقول لكم ايه، انا جات لي فكره انا حاسس انها مناسبه جدا جدا الكلاينت ده، تعالوا مثلا نجرب نروح نتكلم معاه، نسجست ليه او اي حاجه؟ البروسيس دي بتمشي ازاي بقى لو الكلاينت ده مش عندكم؟ يعني انتوا مش عارفين الاستراتيجي بتاعته، مش عارفين البراند اوبجكتيفز بتاعته قوي، بس حاسين الفكره دي مناسبه ليه، البروسيس دي بتمشي ازاي؟ تصلي من عنها عليه الصلاه والسلام. انا هقول لك لايف اكزامبل، عارف انت اللي هو انا مبسوط ان انت سالت. حلو. انا هقول لك لايف اكزامبل حصلت لي في بريف حقيقي لنفس الاكزامبل اللي انت بتقول عليها بالظبط. اوكي تمام. ايام لما مصر كانت داخله كاس العالم بتاع روسيا، خلاص كسبنا وبتاع وعرفنا ان احنا داخلين كاس العالم، طبعا البريفات بقى ايه قد كده كتير فشخ، كل شركه بتعمل وبتاع. فاحنا طلعنا فكره لكلاينت معين، كلاينت شامبو اصلا، شامبو اللي هي فكره الاتصالات اللي اتعملت. تمام، هفهمك بس هحكي لك قصه العالم ده. اوكي. فقعدنا نفكر وبتاع ورحنا وجينا وبتاع، فاحنا دخلنا كذا تيم في هذا البريف يعني. فاحنا التيم بتاعي انا ونورهان كنا مطلعين فكره، وكان معانا سامي ومرئي، كان معانا، كنا كذا حد يعني، طلعنا فكره ان طب ما الفرقه القديمه، لان احنا كمان كنا مقيدين ان كانت ساعتها هذا الشامبو مش ماضي مع حد، فطب ما انا ازاي هجيب محمد صلاح اوت اوف بادجت خالص؟ فقررنا ان طب ما الفرقه القديمه يا جماعه، ابو تريكه، زيدان، حضري، الفرقه اللي اصلا كسبت 3 كاس كسبت ايطاليا، مسكت البرازيل سيئتها، اللي هو في فرقه يا جدعان عتاوله وما دخلوش كاس العالم. ايوه. فده كان بالنسبه لنا انسايت، عايز توقف ولا فده بالنسبه لنا. فالفكره طلعت وقدمناها لهذه الشركه بتاعت الشامبوهات، قالت لا اختاروا فكره زمايلنا. بس الفكره دي كانت بالنسبه لنا يا جماعه دي ما ينفعش تتساب. صح. ده الفرقه القديمه يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ الفرقه الجديده ما كسبتش ولا كاس اصلا. أيوة. ما كسبتش حاجه. أيوة. فرقه فيها محمد صلاح على خلاص رزقها راحت كاس العالم. الجيل القديم ده وصل لاحسن رانكينج
في منتخب مصر وصل له في تاريخ كرة القدم. صح. كنا التاسع على العالم. صح. يعني كنا ايه ورانا، كان فينا في برازيل وهولا اللي هم العتاوله. أيوة. ورقم 9 مصر. ايوه ازاي دول ما يدخلوش كاس العالم؟ هو ده الانسان، هو ده الانسان اكشن. ازاي دول ما يدخلوش كاس العالم؟ فالفكره دي كنا وي توتالي بليف ان فهذه الفتره حصل شغلطه في السوق. اورنج سابت اف بي 7، اتصالات كانت بتسيب طارق نور. فاحنا كنا كل يومين بننزل تحت للجي اب بتاعنا نقول له ابوس ايدك ما تنساش الفكره دي. قال لنا يا جماعه ما تقلقوش والله هبقى لكم كل يومين 3. اوكي. وبعت له على الواتساب بطريقه لذيذه، الو صباح الخير ايه الفكره اخبارها ايه هتبيعها ولا ايه، فاهم؟ بنقولها له بمليون طريقه لحد ما في يوم ده قال لنا يا جماعه انزلوا لي حالا. نزلنا له ايه الكلام؟ قال لنا يا جماعه دلوقتي ده طبعا كان ساعتها سر، احنا بنفكر ان احنا نبيتش الاتصالات. اوعى وهنبيتش بفكرتكم. طبعا يا لهوي طب ايه الكلام ده، هو ده هو ده. فقمنا جينا واخدين الفكره ايفناها. وطبعا بقى ده برضه دي حاجه مهمه قوي لازم الناس تسمعها، ان اتس نوت اباوت ذا ايديا، اتس اباوت برضه ان في شغل، في مذاكره لازم تحصل. فمثلا عرفنا ان هم كانوا لسه ماضيين مع عصام الحضري. وعصام الحضري هو اللعيب الوحيد اللي من الجيل القديم والجيل الجديد. فهم ماضيين مع واحد مهم جدا ومش ماضيين مع ولا واحد من الجداد. شوف بقى. فهي يا جماعه هي الفكره جايه. قمنا جايبينها وكتبنا بقى جينجل تك. طبعا انت الجينجل بتكتبها على كل لعيب. فقعدنا نذاكر. طب مثلا بركات، لا بركات ماضي مع فودافون، يا ربي. طب انا كتبت الاغنيه دي فوق مثلا ايه ال 12 كوبليه، لان كل كوبليه لعيب وكل كوبليه بريسيرش. يعني مثلا هوب طب هكتب على بركات. طبعا احنا بالنسبه لنا احنا الاغنيه دي بالذات كنا بنشوف اللعيب ده شغال ايه دلوقتي، لان احنا مثلا لو شفت الفيديو ميدو هتلاقيه في مطبخ. ليه؟ لان هو فتح مطعم فعلا. محمد شوقي كان ساعتها بيدرب المنتخب الاولمبي، فهتلاقيه فعلا واقف في جيم بيدرب لعيبه، فاهم قصدي؟ فكنا عايزين نجيب كل لعيب بشغلته الحاليه، ان خلاص they are retired في الكوره، فبنجيب كل واحد بقى في حياته بقى مرمي في اللي مرمي في مطعم. ايوه. وبعد دول كانوا ابطال. أيوة. واللي مرمي مش عارف فين واللي مرمي فين وبتاع. فكان كل ده مذاكره. وطبعا كل ما اكتب على لعيب، لا اصل ده مسافر مش عارف، يعني مثلا كتبنا كوبليه على وائل جمعه، لا اصل دلوقتي ده في قطر مع بي ان مش هيبقى في مصر اصلا بيصور. كتبنا على حسن شحاته ساعتها كان ماضي مع فودافون، بركات كان ماضي مع فودافون، مش عارف. فاللي هو كتبت الاغنيه دي يا ابني والله العظيم 3 كتير فشخ. لحد ما ربنا كرم وعملنا نفسنا عبط، اللي هو ايه ده انتوا ماضيين مع الحضري، ايه ده انت بقى كنا يا نهار اسود. فدي برضه كانت استراتيجي كده حلوه. فدخلنا لهم طق الفكره بتاعت من اول قعده، يلا بينا وبروسيدد وعملنا الفكره. وده كان اكشلي اول اعلان ليا اعمله في اف بي 7. حلو قوي يعني. دي القصه اللي انا بحبها جدا. طب والله يعني كويس ان السؤال كان في الجون وجاب يعني ايه التجربه كلها، لان هي مش مجرد مثل، لا يعني دي حاجه خلاص، لا حصلت ونفذت والناس كلها شافتها وكل حاجه. عشان كده الافكار ما تترميش. ايوه صح. حلو قوي. لو انت مصدق فيها اقعد لفها وجيبها لحد ما بقى تلاقي. طيب يعني ده كان مثل حلو جدا جدا. ياخدني بقى الحاجه، انت اتكلمت على سيزن كاس العالم وكل سنه في سيزن رمضان وحاجات كده. احنا خلاص من ساعه ما اتولدنا لغايه النهارده على الاقل سيزن رمضان ده موجود. ووقت لما كان في كاس العالم ده سيزن موجود عنه اعلانات قد كده، وبيجي عيد الام يكون سيزن والسمر يكون سيزن والحاجات دي كلها. الحاجات دي هي ثابته ما بتتغيرش كل سنه. الكرييتيف ازاي يكون في وقت زي ده بيحس ان هو بيعمل فكره ما اتعملتش قبل كده، او ما يبقاش حاسس ان هو بيعمل نفس الفكره اللي عملها ده بالظبط؟ ماشي احنا بناخد انسبيريشن ساعات مختلفه، بس ازاي تبدا تحسس الفيور ان هو مش بيتفرج على نفس الحاجه اللي شافها قبل كده تاني؟ مش انا بالنسبه لي الانسايت يعني احنا عملنا كام اعلان نسكافيه قهوه الطالب المصري، بس كل مره بنخاطب الكونسيومر بانسايت مختلف بيهت جوه قلبه. فده بالنسبه لي. وخلي بالك اعلانات نسكافيه انا نفسي مش انا اللي عاملها، انا ساعات بتلخبط بقول هي دي انهي كامبين، هما شبه بعض جدا. أيوة. بس كل واحد فيهم نجح لوحده لان الانسايت هو اللي جاب الكونسيومر دخل جوه قلبه هو ده. فده بالنسبه لي ما اعرفش. اوكي طيب حلو. الانسايت هو بالنسبه لي اهم حاجه ان هو يكون انسايت ريليتد جدا للكونسيومر. وللاسف دلوقتي 3/4 الكلاينتس بيخافوا قوي من الحقيقه. وده حاجه بتنرفزني قوي. يا معلم ده انت معاك انسايت،
قول الحقيقه، ايه المشكله؟ اصل طبعا البوليتيكال كوركتنس من ضمن الحاجات اللي دمرت الاعلانات، صح. دمرتها. يعني فكر معايا كده، اعلانات بيرل بتاعت حمد الله بجلاله قدرها، انت لو جيت تفكر تعمل زيها دلوقتي هتتمسح من على وجه الارض. اللي هو استرجل ليه؟ فيمينست هيطلعوا لك. البوليتيكال كوركتنس دمرت الاعلانات. يعني في اعلان حتى زمان كان لمورو البرودكت، ايوه، كان اب داخل يضرب ابنه بالحزام. كان ايه؟ كان شاب لابس ضيق، مش عارف تفتكر عنده ولا لا، كان لابس كده بنطلون سكيني وبتاع ومطول شعره. اوكي. فابوه دخل وقال له انت مستلف جاكيته اختك ولا ايه؟ قال له لا بابا انا نازل كده. قال له نازل كده ازاي؟ قال له بص يا ابني اللي انا هعمله ده لمصلحتك. قام جاي قالع الحزام ايوه، وخرج انت بره. والباب قفل وسامعين الواد عمال يتلطش ونزل البرودكت بتاعنا بالدم وبتاع ده. دلوقتي لو جيت تبيعه، لا 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 اب هيضرب ابنه، لا الجمهور هيقفش. اوكي. فالموضوع ده بعاني منه يا جماعه، بنهزر يا جماعه. صح. يعني انا 3/4 ردودي على الكلاينت يا جماعه بنهزر. اوكي. هو في ايه؟ وتحل البالانس ده ازاي بقى؟ تحل البالانس ده ازاي انت لو يعني في مرحله؟ لا بص اقول لك الحاجه، ما هو المشكله بقى ان ده فور مي ملوش بالانس. it's either ان احنا نعمل الفكره يا ما نعملهاش. اوكي. يعني it's either go extreme يا لا. اوكي. عشان في الاخر هتطلع كلمه سوري، هتطلع كوبي مايصه. لا انت فاهم هي دي كوبي دارينج ولا دي ايه؟ ده ايه ده؟ اوكي. انا for me to be very 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 honest، طبعا في ساعات بنعرف نستغنى عن حاجات ساعات، بس فور مي اتس ايدر يا جماعه نعملها يا ما نعملهاش. يعني جو اكستريم يا لا، انما جو نليس على ايدينا ده مش بينفع. أوكي. مش هيكليك مع الناس. ايوه فاهم قصدي؟ اوكي. طيب انت اكتر من مره وانت بتحكي على امثله الافكار اللي انتوا اشتغلتوا عليها وعملتوها جبت سيره نورهان، وفي الاخر ده لو بيقول حاجه بيقول ان انتوا لما بتشتغلوا على الافكار او اي بريف لاي كلاينت بتشتغلوا كتيمز. الدايناميك ده بيمشي ازاي؟ وفي اكتر من حد كرييتيف موجود، وممكن عادي جدا يحصل ان واحد يبقى مقتنع بفكره والتاني مش مقتنع بيها، حد مقتنع بانسايت حد مش مقتنع بيه، عشان تبقى تجربه ناجحه والموضوع يمشي في دايركشن في الاخر تكونوا بتبنوا على بعض بشكل صح. الدايناميك ده بيمشي ازاي؟ انا بالنسبه لي الاستغناء عن الايجو تماما. كحاجتين، كأن انا اقتنع باللي قدامي قاله لي، وفكره لان دي الفكره اللي انا هقولها لك دلوقتي دي بتوقع تيمز كامله. فكره فكرتش لا، طالما انت شغال في تيم مفيش فكرتك في ان بينج بونج حصل طلعنا الفكره دي. وفي نفس الوقت برضو خلي بالك من فكره الانانيه بتاعت ان فور اكزامبل مثلا لو نورهان قالت فكره انا حاسس ان دي اللي هتتاخد، فابتدي اكسر لها مقادفها. لا اصل نورهان لا، ما هي دي فكره، ما انت تيم يا مان، انت تيم واحد. فاهم قصدي؟ فالاستغناء عن الحاجات دي، لان في الاخر انت الاعلان هيطلع باسم مين؟ باسمك. فما تجيش تقول لي بقى هي اللي طلعت فكره ولا طلعت فكره او هو اللي طلع. انا يعني عادي جدا ان انا لما بقعد في ميتنج اي فكره حلوه اتقالت حتى لو من الكلاينت، يا جماعه لو فكره حلوه نعملها، ايه المشكله؟ يعني ساعات الكلاينت بيقترح افكار اكشلي حلوه، صح. انا ليه عشان بقى الايجو بتاعي ليه الكلاينت يقول فكره؟ اما انا بعمل ايه؟ دي شغلتي، صح. لا، لو قال فكره او حل كويس يا جماعه طب ما نعمله، هو فيه ايه؟ فاهم؟ فدي بالنسبه لي مهمه جدا لاي كرييتيف، الاستغناء عن الايجو. اوكي. خلي ولائك للفكره وللاعلان للبرودكت اللي هيطلع، ما تخليش ولائك ليه انا هيقولوا عليا ايه. طيب لو هنيجي نتكلم واحنا بنتكلم، انت كنت لسه داخل في FP7 جديد وجاي لسه من الطياره وبتحاول تثبت نفسك. تتخلص من الحته دي ازاي عشان تخلي الناس تنوتس ان انت هنا على فكره انا شاركت، انا عرفت اساعد في الفكره دي، او على فكره والله الفكره اللي طلعت دي انا اللي مطلعها. فاهم؟ عشان في ناس كتير بتبقى صغيره بادئه خايفه ان هي لو ما بنتش قوي او ما قفشتش في حاجاتها قوي عمر ما حد هياخد باله ان هم فعلا شاطرين او ان هم بيطلعوا حاجه كويسه. بص اعتقد ان دي يعني مش صدفه، بس دي بتيجي كده ايه throughout الانفايرمنت بتاع الشركه. يعني ده انا هقول لك ده رايي الشخصي. يعني بمعنى فور اكزامبل FP7 عامه من الشركات اللي بجد نظيفه. يعني الناس اللي جواها ناس طيبه، مش عشان انا شغال فيها. انا بقول الحقيقه تماما وعندي مشاكل مع FP7 وبقولها لهم عادي. بقول للام دي في وشه احنا عندنا مشاكل معينه، مش طبعا ما ينفعش نقول قدام الجمهور. بس بجد FP7 مثلا من الشركات الطيبه جدا، من الشركات القليله اللي بجد فيها روح الفاميلي. يعني
ده بجد والله مش. ونفس مثلا الروح دي موجوده في طارق نور. طارق نور شركه طيبه، الناس اللي جوه ما فيهمش حد شرير. فاهم قصدي؟ فبالتالي انا كعلاء مثلا دلوقتي كريتيف دايركتور، لو حد من الجونيورز طلع فكره انا بديله كل الكريدتس. يبقى انا اتربيت على كده، فاهم. فبالتالي بعمله مع الناس اللي موجود. ولو الجونيور قال فكره وحشه بقول له من دي فكره وحشه نيكست. ايوه. ولو قال فكره حلوه يا جماعه ده اللي طلع الفكره ده واد عبقري خدوه يعني. فاهم قصدي؟ ما اعرفش ده بالنسبه لي ما اعرفش. صح. لا ده انا بالنسبه لي لا انا بالنسبه لي يعني اصل هي ما فيش حاجه صح او غلط، بس هي في الاخر كلها نصايح بتشكل جنب بعض عشان في الاخر نوصل للايه الحاجه اللي ممكن تكون مفيده. طيب وانت كنت في الدورين، في دور ان انت لسه بتحاول تثبت نفسك، فانت في الاخر في حد سينيور فوقيك عمال بيديلك الفيدباك، وفي نفس الوقت انت وصلت لمرحله من الخبره ان انت بقيت بتدي الجونيورز فيدباك. ازاي الفيدباك يكون كونستراكتيف عشان يكون بيبني؟ لو الفكره ممكن يكون لسه فيها بوتنشال بس هي يعني لسه محتاجه شغل كتير قوي، يعني انت ممكن هي الفكره بدايتها حلوه بس محتاج تشتغل عليها جامد. وساعات ممكن يبقى حد صغير حاسس انا يا عم فكره حلوه يا عم انت مش بتضحك ليه؟ أيوة. ازاي الفيدباك يبقى حلو علشان يعرف يبني الحاجه اللي بعدها؟ والله مش عارف، بس يعني هو لازم يبقى فعلا كونستراكتيف ومبني على مثلا لا الانسايت ده مثلا مش هينفع لان هو انسايت مش حقيقي. يعني مثلا لو حد قال لك احنا في الصيف لما الشعب المصري بينزل باليخت في البحر تبقى يا جماعه ده مش الشعب المصري مش بينزل في يخت، انت ليه قلت كده؟ ده غلط. فاهم قصدي؟ يعني بحاول يبقى في لغه حوار، وساعات بتبقى لا فكره وحشه نيكست خلص فيش وقت على حسب بقى ما اعرفش. بس هو لازم، انا بالنسبه لي ان ده ظلم للجونيور ان انت تقول له فكرتك وحشه من غير ما تقول له اسباب. طب ما هو هيتعلم ازاي؟ صح. يعني فاهم قصدي؟ ما انت لازم تقول له كونستراكتيف او اوبجكتيف فيدباك علشان يبتدي طب ما عشان ما يجيلكش بفكره شبهها تاني يبقى احنا كده بنضيع وقت. فهو في مصلحتك ومصلحته ان انت تفهمه الدنيا. وفي ساعات بيبقى فيه جونيورز هو مصمم على فساعتها بتعامل معاه دود اخلع وهات واحده تانية مش هتنفع. مش هتخلع مش هتنفع. فاهم؟ على حسب يعني. بس دي انا كعلاء بلجأ لها لما الاقي بقى خلاص انا ما فيش وقت والديدلاين بيقرب وانت لسه مصمم على الفكره طلعتها من 3 ايام، ما خلاص يا عالمي. فاهم قصدي؟ اوكي حلو قوي. طيب دلوقتي احنا بنتكلم على ان خلاص انت الفول تايم جوب بتاعتك as a creative director. اوكي، ولما نيجي نقول كرييتيف، هو اللفظ بتاع كرييتيف بنتكلم عنه عامه جنرال سبيكينج ان هي مش شرط ان انت تكون كرييتيف في الاعلان. الكرييتيف ده لو هنيجي نتكلم كديفينيشن ممكن يكون وراها معاني حاجات كتير. انت بتعمل حاجات تانية جنب ان انت كرييتيف دايركتور زي الستاند اب كوميدي زي البودكاست، الحاجات دي كلها. هل الكرييتيفز المفروض يكونوا بيحاولوا يكون ليهم تجارب تانية، ما يكونوش عندهم فوكس في حاجة واحدة 100%؟ والحاجات دي بقى بتساعد ازاي؟ 100% دي حتى كمان السيريز بتاعت ستيل لايك ان ارتست في كذا كتاب من نفس المكاتب، في 3 كتب، في ستيل شو يور ورك وكيب جوينج. الكتاب ده عبقري جدا. هو بيقول لك اصلا ان هو في الاخر انت انا حتى في مش فاكر الجمله دي في الكتاب ده ولا في كتاب تاني، بس بيقول لك كرياتيفيتي از لايك ان انت بتقدف عكس التيار. اتخيل انت مثلا في النيل وبتقدف وانت عكس التيار، انت لو وقفت ايه اللي هيحصل؟ هترجع للنقطه صفر. فالكرياتيفيتي دي مش اللي هو انا عملت اعلانين 3 حلوين فلو ريحت سنه هرجع، لا هي بجد بتبقى عامله زي التمرين. يعني انا اصلا لما ساعات باخد اجازه اسبوعين برجع اللي هو يا جماعه هو الاعلانات كانت بتعمل ازاي؟ انا كريتيف دايركتور بس ساعات بحس ان يا لهوي احنا كنا بنطلع انسايت ازاي يا جدعان. وبقعد مثلا يوم كده عبال ما ارجع. فهي بجد اتس ا بروسيس، ولو وقفت هترجع للنقطه صفر. فاهم قصدي؟ فكان ايه السؤال معلش؟ لا كان السؤال بس على في الاخر اللايرز المختلفه للشخص لو هو كرييتيف في الاخر دايركتور كرييتيف في الاعلانات، في لايرز ثانيه. الستاند اب ده في الاخر بيبني عندك صح. حاجات فبالتالي ان انا مثلا ستاند اب كوميدي بقوم جاي بكتب ماتيريال. البودكاست بالذات ماتيريال. انا عشان الستاند اب كوميدي ساعات بكرر اللي انا بقوله في حفلات كتير. يعني مثلا انا ال1 اور سبيشال بتاعتي هي 1 اور سبيشال بعملها في 5-6 اماكن عادي جدا. فبس البودكاست مثلا انا كل حلقه بكتب 1.5 صفحه اتليست. ده بيخلي دايما ذهنك حاضر في اي حاجه.
حلو. فلما اجي اعمل اعلان انا خلاص يا جماعه انا مخي شغال، انا مخي ما وقفش. فمهم جدا جدا جدا. بلس ان انا بعتبر مثلا ايه الاعلانات الايام دي بالنسبه لي مش في احسن حالاتها. بقى الوجع دماغ كتير، بقى في باوندريز بالهبل، منهم البوليتيكال كوركتنس. فانا كعلاء جوايا طاقه ارت مش عارف اطلعها، طاقه كرياتيفيتي مش عارف اطلعها في الاعلانات. بقوم جاي اعمل ايه؟ بطلعها في البودكاست. حلو. بطلعها في الستاند اب كوميدي. فبالتالي خلاص بقى بالنسبه لي انا عارف ان الاعلانات مش شرط اطلع فيها الحته الارتستيك اللي جوايا. خلاص انت عايز ايه يا عم؟ عايز جينجل، احلى اغنيه لاحلى كلاينت في العالم، فاهم قصدي؟ انما البودكاست لا، سيبها لي بقى انا ايه، اطلع بقى اللي انا عايزه براحتي. ويعني فانت كده بتطلع اللي انت عايزه وفي نفس الوقت بتخلي دايما مخك شغال. اوكي حلو. طب البالانس ازاي ما بين الحاجات دي؟ ما دام انت فعلا انت مش بتعمل حاجه واحده، انت بتعمل اكتر من حاجه، ازاي بتعرف تعمل موازنه الوقت وما تبقاش مؤثر في حاجه على حساب التانية؟ تحقق المعادله دي ازاي؟ مش سهله خالص. بيطلع عين امي. مش بحققها يعني، اكشلي هو بيطلع عيني. اوكي. لان انا مثلا انا راجل مخلف طفلين دلوقتي. فلا انا بتعب. لا انا بتعب. أيوة. يعني اللي هو ايه، انا دايما بخلص شغلي في المهندسين، ببدأ يوم جديد بقى في حتة، يا بروح بكتب حلقة بودكاست، يا بروح اشوف انا هعمل ايه بكرة في حفلة الستاند اب كوميدي، يا بروح اقعد مع عيالي. يعني فاهم قصدي؟ يعني انا ساعات لما بقعد فاضي، اللي هو بقعد كده العب بلاي ستيشن، بحس ان في حاجه غلط، انا المفروض اكون بعمل حاجه، انت قاعد بتعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ وده احساس بيعذب. ايوه. اللي هو ساعات بتكلم مع نفسي، يا مان انت حقك تقعد اقعد يلا ما تعملش حاجه، ايه المشكله؟ صح. لا هي صعبه. صح. طب يعني انا بس شكرا بقى ان انت بتشارك ازاي حاجه زي دي صعبه، لان في ناس كتير لما ما تعرفش التفاصيل ممكن تيجي تكون بتبص في الاخر. لو هنيجي نبص على سكيل ان الكرياتيف دايركشن، انت في FP7 فانت في واحده من اكبر الايجنسيز اللي موجودين في مصر. لو نيجي نتكلم على البودكاست، عندك اكتر من 4 مليون listeners دلوقتي. لو نتكلم على الستاند اب، بتعمل شوز في حتت كتير جدا جدا. فخلاص لو هنيجي نتكلم على البروجريشن في الحاجات المختلفه انت ناجح فيهم. في ناس كتير بتحس ان انت خلاص انت يعني انت ان كنترول في وقتك في كل حاجه فيهم بقى. خلاص انت بتقعد وبتربع تمام، وكل حاجه بتجيلك بمزاجك لغايه عندك. لكن الموازنه مش كده خالص. لا لا، ده انا من كام سنه حتى قلتها في البودكاست، ودي من المايلستونز اللي في حياتي، ان انا في يوم من الايام كان عندي اعلانات كتير فشخ، وكان عندي بلاوي سودا، وكان عندي تصويرين ورا بعض ومش ما لهمش علاقه بالاعلانات. يعني كان في تصوير كنت بصور سكتش في بمثل يعني تبع قناه معينه، كنت بمثل سكتشز وبتاع كممثل، وبعد كده طلعت بعديها ككونتنت كريتور، كان مش عارف براند عايز تعمل معايا فيديو. كان قعدت كده 48 ساعه روحت جالي بانيك اتاك، رحت على المستشفى. لا الموضوع مش اكيد. لا ودي كانت تيرنينج بوينت في حياتي، ان والله العظيم ما هاوفرلود نفسي حتى لو بموت. صح. حتى لو في فلوس قد كده جايالي، يا جماعه انا مش قادر، سوري. صح. دي اللحظه اللي حسيت ان لا يا باشا صحتي ايه الكلام، فاهم قصدي؟ لا اتس نوت ايزي. انا جالي بانيك اول مره تجيلي في حياتي. صح. بقيت قاعد في البيت، ايه ده، قلبي بيدق، يا نهار اسود انا خايف. طب خايف من ايه؟ ما اعرفش. ايوه. طب ايه الكلام؟ صحيت مراتي من النوم، قلت لها بقول لك ايه، انا مش عارف انا فيا ايه. طبعا انت كمان بتفكر يمكن هو ده الموت، فاللي هو يا لهوي فالبانيك اتاك بقى ايه، العب بقى جوه في بيحصل هبل، فاهم؟ أيوة. ورحت المستشفى وخدت حقنه وبتاع، وبعديها رحت للثيرابيست. ما هو لا الموضوع مش اتس نوت ايزي. اكيد. لا يعني شكرا برضو ان انت وضحت التفاصيل دي، وضحت هي بيكون فيها ايه. يمكن انا شخص فولنربل يعني، بس كل واحد ايه، رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. صح. انا ما بعرفش الط نفسي ما انا لطت نفسي في حاجات كتير. بس ستيل عندي ليميت. أيوة. يعني بحس كده في فتره، لا يا جماعه انا النهارده مريح. صح. مش هشتغل في حاجه. صح. لازم صح. especially ان برضو يعني كل واحد فيهم demanding بشكل كبير أوي. ومحتاج منك consistency بشكل معين عشان تعرف تكون مكمل فيه. لانك لو قعدت فتره فيه هتلاقي نفسك بترجع لورا غصب عنك يعني. بس speaking بقى في البودكاست، انا فاكر في حلقه انت من الحلقات كنت بتتكلم على الذوق العام في مصر، وانا هربط في الحته بتاعت الادفيرتايزنج او الاعلانات، ان انت شغلك قاعد عمال بتفكر وحاول تطلع افكار، وبعد كده في الاخر تلاقي الترندنج اللي مشهور، مكرونه ستار عالميه كيس واحد يكفي 100 هو ده الترندنج ومشهور. تمام. يعني هو للاسف حاجه زي دي في الاخر هو واقع مفروض علينا وموجود، ان الاذواق مختلفه
وانت قاعد بتحاول تعمل شغل وتطلع انسايتس تبقى حقيقيه وحاجات educated وبتحاول تعمل شغل يبقى قوي جدا لبراندز وكامبين. وفي حاجات تانية بتطلع ليها يعني كلت الجو كده وانت حاسس ان هو على اساس ايه طلع ده ولا منين ولا ايه علاقته باي حاجه ليها علاقه بالواقع وبتلاقيه ترندنج. وقتها بتتعايش مع حاجه زي دي ازاي؟ لا والله عادي. اوكي. قصدي يعني طبعا ساعات بحس ان هو احنا شغالين غلط يا جماعه. ما هو ده السؤال بقى بس. طب ما تيجي نعمل طبله ورق فاهم قصدي؟ بس في الاخر بحس ان الناس اذواق يعني في ناس عجبها ده، في ناس عجبها الاعلان ابو انسايت، في ناس عجبها الاعلان الايموشن اللي يلا نعيط. اوكي. فبحس ان تمام الناس اذواق يعني. بس طبعا ساعات ببقى فرستريتد اللي هو ببقى انا قاعد شغال على انسايت وبيع الفكره وتيجي مكرونه ستار الذهبيه اللي هو ايه يا جماعه بقى في فاهم انت هلا فاهم اللي هو ايه يا جماعه في ايه فاهم. بس it happened to be يعني انا مش من الناس اللي هو هقول لك ايه ده المفروض نبطل القرف ده. لا القرف ده عاجب الناس خلاص يبقى ده ناجح يا جماعه خلاص مش هنضحك على بعض يعني. صح. طيب انت اتكلمت في تفصيلة الاخراج لما نكون بنتكلم على المخرجين وقلت طب الحاجات دي لو ممكن ما يبقاش فيها بادجت خلاص ما انا ممكن اجي اخرجها انا. هو ليه الكرييتيف اصلا ما بيخرجش؟ اذا كان دلوقتي حالا في السنين اللي فاتوا معظم الكرييتيفز بيقلبوا مخرجين. ليه الكرييتيف مش بيخرج من الاول وهو مطلع الفكرة ومتخيلها وحاسس ان الفكرة دي انا ممكن اعملها بشكل حلو؟ اصلا انا لسه كنت باخد تجربة. كنت انا وكريم عايش بنخرج اعلان كو دايركتنج مع بعض. اوكي. الاخراج مش سهل خالص لان في حاجات انت بتبقى متخيلها وبترسمها ستوري بورد. ده الشخص ده هيدخل من هنا والكاميرا لونج مش عارف ايه. لا انت في حاجات بتكتشفها في الاديت. بتبقى قاعد في الاديت اللي هو يا لهوي هو ليه ما بص الشمال ده احنا كنا المفروض ننقل الكاد ده يا دين امي. طب هنعمل ايه خلاص مش هتصور تاني. لا الاخراج مأساة وبتكتشف حاجات كتير فشخ في الاديت اللي هو خلاص تو ليت. ايوه تو ليت يعني فاهم انت. يعني مثلا في ممثل طول في جمله طب ما انا هعمل ايه هقطع على ايه فاهم. فهي لا الاخراج مش سهل خالص. لا مش سهل. اصل انا يعني اللي ساعدني شويه ان انا كنت بخرج من ايام طياره وطياره كانت مدياني فرصه ان انا اعك. دي ميزه بسيوني ان هو علب يا باشا. فكل ده بقى اللي هو ايه. طب مثلا انا في كونفرسيشن هنا بس الشخص اللي قدامي هيتحرك هنا في المشهد ده فلازم انا باخد التيك بتاع الممثل ده يبقى هو عمل كده في النص عشان في الاديت اقطع. ساعات بقى دي بقى ما باخدش بالي منها. لا الموضوع مش سهل. لا الاخراج اصل كل الناس فاكره ايه طب ما نخرج يا جماعه. ايوه لا الموضوع مش سهل. حلو يعني شكرا برضو انك وضحت الحته دي. يعني هو في الاخر برضو خلينا نتكلم ان هو مش روكت ساينس. يعني في الاخر برضو لو قعدت تذاكر وقعدت تعمل وقعدت تجرب هتعرف انت تعمل. بس ما تستهونش بيه. مش معنى ان انت مطلع خلاص فكره وحاسس ان انت بتطلع افكار حلوه انا شايف الفكره دي على فكره انا شايفها كويس قوي يبقى معنى كان انت بسهوله هتعرف ان انت تنزل تخرجها يعني. بس لان كمان ان انت تطلع الرياكشن ده من الممثل ده تالنت بنت قلبي. يعني مثلا تميم يونس من الناس اللي بغير منها جدا. تميم باي ذا واي يعني ان هو شطارته غلسه قوي. انت ليه شاطر كده؟ طب هو ايه في ايه يعني فاهم. تميم يونس عشان يطلع مثلا رياكشنات معينه من ممثل. يعني مثلا انت عايز مثلا ممثل يتخض وانت مش كل الممثلين شاطرين برضو. يعني انت برضو بتجيب كاست بتاع فاهم قصدي. انا مره تميم كنا في شوت وهو لما قال للممثل اكشن ففضل باصص له كده الممثل مش فاهم يعمل ايه. قام جاي تميم فجاه قلع التيشيرت فالممثل عمل كده خدنا التيك فاهم قصدي. انت لا الاخراج مش سهل يا جماعه. ايوه لان انت بقى انت في تولز كتير جدا مش انت اللي بتتحكم فيها. صح. زي الممثل افرض جالك ممثل النهارده متخانق مع مراته هتعمل ايه؟ هتضطر. فلا هي اتس نوت اباوت كادرات وبتاع. لا اتس اباوت حاجات بالهبل واداره اللوكيشن. لا الموضوع مش روكت ساينس بس تقيل. لا صح فعلا محتاج مجهود كبير مش اللي هو كات واكشن يعني. لا محتاج مذاكره ومحتاج حاجات كتير يعني عشان في الاخر يعني انت برضو انت مسؤول عن كل حاجه. خلاص انت كل الناس بترجع لك وتقول لك يعني خلاص اديني خلاص الاوردر اعمل ايه اروح فين ايه الدايركشن بتاعي. فلو انت مش جاهز لكل ده حاسس الموضوع هيبقى باك تو بيزكس يا جماعه. على فكره انا هجيب كاميرا واحطها هنا وهنقول اكشن والموضوع هيخلص يعني بتاع. يعني على قد ما جيمس كاميرون لما كان جاي بيقول لك هات الكاميرا بتاعتك بتاعه بس وهات بنت اختك وصورها طالعه قدام الكاميرا
بس خلاص كده انت بقيت مخرج. الكلام ده جميل قوي ككلام موتيفيشنال وبتاع وكل حاجه، اي حد لازم يبدا اخراج، بس الموضوع فيه تفاصيل اكتر من كده بكتير عشان تكون مسؤول عن بقى في الاخر ايه يعني فلوس ناس وشغل ناس وحاجات كده، والناس كتير وثقت فيك عشان في الاخر انت تطلع حاجه، فبياخد مجهود كبير يعني جدا برضه. طيب من هنا بقى حابب اعرف انت علاء طموحه ايه في الفيلد ده، وطموحه ايه عامه، يعني ايه الحاجات اللي بيحلم ان هو لسه عايز يعملها ما عملهاش؟ عارف انت الانترفيو بتاع الست لما اتسالت ايه امنيتك ايه في السنه الجديده، قالت لهم لما ان القيمه تقوم. انا نفس الرد. انا يعني بالنسبه لي كادفرتايزنج بالعكس ماليش اي طموح فيه، يعني مش يعني عايز، بالعكس انا عايز اعمل شبه كارير شيفت، فاهم قصدي؟ يعني خلاص يعني بالنسبه لي ماليش طموح قوي الصراحه في ادفرتايزنج يعني. لا يعني مش عايز تركز من الكرييتيف، تركز خلاص فول تايم اخراج؟ لا خالص. عايز تركز اي ستاند اب، انا نفسي بيرفورمانس؟ لا انا هدفي يعني، والحمد لله شغال عليه دلوقتي بشكل كويس يعني، ان انا ابتديت اكتب يعني في فيلم بكتبه وفي مسلسل بكتبه. انا هدفي انا كعلاء نفسي ابقى الشخص اللي بكتب مسلسل وامثل فيه، او اكتب فيلم وامثل فيه. ده بالنسبه لي انا لو حققت ده هبقى هو ده اللي انا بحلم بيه، يعني هو ده اللي انا عايزه بقى انا كعلاء يعني. يعني فمالوش علاقه قوي بادفرتايزنج. يعني لا حلو قوي ان انت بتحكي لنا ان في الاخر برضو مش معنى ان انت بتكبر في الادفرتايزنج ان انت عايز تكمل في الادفرتايزنج، وان انت ممكن يكون عندك طموح في حتة تانية. ويعني ببقى دايما انترستد قوي اعرف في الاخر لو حد ليه انترست في حاجات مختلفة بقى زي الستاند اب، زي البودكاست، زي الحاجات دي، هو في الاخر ممكن يكون ليه تطلعات لحتة تانية. فانا كنت متخيلك قدام الكاميرا في حاجات كتير. فيعني انا ان شاء الله مستني اشوف ايا كان بقى، كان مسلسل او افلام، يعني ان شاء الله مستني ايه اشوف حاجة زي كده ان شاء الله. بس انت بالنسبة لك يعني طموحك فيها اكتر كتابه وبرفورمانس اكتر ما اخراج؟ يس. اوكي، يعني انت الاخراج بالنسبه لك بقى مش عايز تخش في سكه الاخراج في الدراما والحاجات؟ لا يعني لو هدخل اخراج في الاعلانات هدخل اخراج مثلا عشان في اعلان انا شايفه بطريقه معينه قوي 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 قوي، فخلاص هخرجه عشان اطلعه زي ما انا عايز. حلو. بس مش عايز ابقى مخرج اعلانات يعني، تو بي فيري اونست، مش ده اللي انا عايزه قوي يعني. حلو قوي. طيب لو حد يعني لسه في بدايه مشواره خالص وبياخد الخطوات بتاعت البدايه، لو هتديله يعني نصيحه كده عشان يتحط على بدايه الطريق، تنصح بايه؟ طريق ايه؟ طريق الادفرتايزنج بقى، يعني ايه؟ لو هو يقرا مثلا بس كبدايه. بص هقول لك، تعالى نتكلم على مش ادفرتايزنج على قد ما نتكلم على الكرييتيف اندستري عامه، بعيدا عن الادفرتايزنج. كرييتيف اندستري كستاند اب بقى، كاي حاجه انت بتكريت حاجه فيها. بالنسبه لي اقرا كده. القرايه دي مهمه جدا، ومش قرايه مثلا عن الموضوع نفسه، طبعا عن الموضوع نفسه فرشو، بس اقرا روايات. لازم تشغل الايماجينيشن بتاعك وتتخيل الكاركترز اللي في الروايه وتتعيش معاها. يعني عايز اقول لك ان انا مثلا كتاب ربع جرام ده، انا ساعات بيوحشني الناس، انا عايز اعرف اخبارهم ايه دلوقتي، فاهم قصدي؟ المود ده بيخلي دماغك شغال. اتفرج على الحاجه اللي ليها علاقه باللي انت بتعمله. يعني لو اعلانات، اتفرج على اعلانات وشوف الفار ايست بيعملوا ايه ومختلف ايه عن اللي بيعملوه البرازيليين اتفرج شوف الاعلانات او ايا كان ماشيه ازاي. زي ما قلت لك برضو keep your eyes open, keep your ears open، ان انت اتعلم. اي حد بيتكلم يا عم اسمعه، ما تقعدش اسمع، هتتعلم حتى لو حد اصغر منك، فاهم؟ اسمع. يعني مثلا عمري في حياتي ما بسكت جونيور وهو بيتكلم، حتى لو اللي بيقوله ده بالنسبه لي مش هستفيد منه بحاجه، بس يمكن ينسباير مي بحاجه. اتكلم يا عم، قول، فاهم قصدي؟ صح. وكيب هامبل برضه، دي نقطه مهمه جدا. نقطه مهمه جدا علمها لي اسلام حسام. كان ساعتها كان جونيور كوبي رايتر لما انا كنت انترن في JWT، وكنت انا بقى صغير وهو كان صغير، كنا احنا 2 صغيرين يعني. فعارف انت لما الصغيرين يشتكوا لبعض مش بيسمعوا افكاري وبتاع. فمره قعدنا نتكلم وبتاع، قال لي اهم يعني قال لي من ضمن الحاجات اللي هو اتعلمها من الناس الكبيره، كان ساعتها تميم كان معانا في الشركه، كان حمادي كان لسه هناك، بيقول لي الناس دي بتخاف جدا لما يجي لها بريف. انا كنتش فاكر كده بقى. قلت له بتخاف ليه؟ ده ناس جامده يا عم. ده ايه ده تميم يونس. قال لي لا طبعا بالعكس، ده عشان هو اوريدي عمل اسم، هو يخاف يعمل اعلان وحش. فلما بيجي له بريف الناس دي بتخاف. فده علمني حاجه، ان انت you have to be humble. يعني انا بالنسبه لي اليوم اللي انا قلت فيه
عمري ما هنساه، ان انا جامد في الستاند اب كوميدي. كانت رابع حفله ليا عمري ما هنسى. عملت بقى حفله واثنين وثلاثه عملتهم بوم وانا لسه بيجنر، قلت بس ده انا جامد فشخ. الحفله دي كانت وما رجعتش بقى، رحت بقى الحفله دي ما رجعتش، انا جامد فشخ، انا خلاص انا ستاند اب كوميديان. انا عارف انت لما تتطفى زي السيجاره، انا الحياه دست عليا ورجعت البيت مكتئب اكتئاب. بس اتعلمت درس ان بي هامبل. انت مهما انت كنت مين بي هامبل، خاف من اي بريف بيدخل لك. انا لحد النهارده في الستاند اب كوميدي، رغم ان انا سافرت وعملت في اوروبا وفي الخليج، انا لفيت العالم بالستاند اب كوميدي. انا ان شاء الله لو حفله في روم اللي هو في التجمع اللي بيبقى فيه 60-70 واحد، انا ببقى طالع ركبي بيتخبط في بعض اكني طالع قدام 1500 واحد في دبي. لان ومش بعمل كده بمثل، لا انا بجد ببقى خايف، لان انا خايف اخيش. فاهم؟ والله العظيم. ومش بقول لك كده عشان بقى الولا بيمثل بقى عشان الكاميرا شغاله، لا انا بجد بترعب من ان مش عايز اخيش. فبالعكس انت لما تنجح في مجال، خوفك من فشلك بيبقى اكتر من انت بيجنر، انت خسران ايه؟ مش خسران حاجه. صح. انما لما بتبتدي تشوف نجاح، لا طب ما انا مش عايز ابوظ ده، مساحه الفشل اكبر بكتير وانت صغير. بالظبط. يعني تخيل انت مثلا تعمل حفله في دبي فيها 1000 واحد وتخيش، هيقول لك بس علاء يا عم ده اي كلام يا عم، خلاص بقى ده عامل هليله على فاضي وعامل لي بودكاست. فانا بترعب. فاهم قصدي؟ فلا دي حاجه مهمه قوي ان انت تخاف. اوعى تحس انت جامد. صح. طيب وبرغم يعني ما شاء الله نجاحات كتير ممكن تكون موجوده في حاجات مختلفه لغايه النهارده، لسه بيجي لك شوك في نفسك وفي قدراتك وكده ولا؟ فشخ. حوار وحش. كان عمرو سلامه مره كتب برضو ستيتس كده عن الحياه ككرييتيف. يعني هو عمرو سلامه يعتبر كرييتيف، مخرج برضو، كمبدع. ان انت دايما مهما نجحت تبقى شاك في نفسك فشخ. طب انا تمام ولا انا مش تمام؟ انا لحد النهارده بحس ان هو انا تمام يا جماعه ولا ايه؟ يعني مثلا لما اقعد فتره مثلا ما طلعش فكره ترضيني، بيجي لي شك ان خلاص راحت عليا. انا خلاص عندي 36 سنه بقى، فاهم قصدي؟ وبعد كده بعمل اعلان حلو فثقتي ترجع تاني في نفسي. بعديها باسبوعين بعد ما الشير واللايكس والكلام ده ينزل، برجع نفس الفكره. يا لهوي هو ايه الكلام؟ لا رحله وحشه قوي. رحله معذبه يعني. اوكي. طيب وانت دلوقتي حالا يعني بعد ما كونت خبره معينه وكل حاجه، لما بتيجي تفكر ان انت تذاكر غير الانسبيريشنز والحاجات اللي بتكتبها من الشارع، ممكن تكون بتذاكر منين؟ انا بالنسبه لي في اعلانات. لا غير فرجه بقى، يعني هل في ويب سايت معين مثلا بتخش ان انت تكون بحسن فيه معلومه جديده؟ انت عارف التكنولوجيا والاي اي وحاجات، احنا مره واحده كنا عايشين في زمن كان في حاجات مش موجوده، ومره واحده في حاجات كتير نزلت بقت موجوده فيه. لازم تبقى خلاص يور كيبينج اب مع الحاجات اللي عماله بتطلع. لما بتيجي في الاخر تحس ان انت في حاجه معينه عايز تذاكرها، بتعمل ايه؟ بص يعني انا ما اعرفش الموضوع ده، عمره ما بيجي لي. بس مثلا انا عامل فولو لكذا اكاونت ليهم علاقه بالاعلانات على انستجرام وعلى حاجات كتير قوي. فلما بتقع في ايدي ارتكل بقراها. انا ده بالنسبه لي وتشيز ممكن يبقى غلط يعني، فاهم؟ يعني لو يا جماعه حد من المشاهدين عنده حاجه جديده ممكن اتعلم منها، يا ريت يفيدنا بيها. بس انا بالنسبه لي خلاص، انا عامل مثلا فولو لكذا اكاونت على فيسبوك بتاع، لما بينزل ارتكل لا بفتح واشوف اعلان مش عارف عمل ايه، والاعلان اللي خيش ده خيش ليه، حاجات كده. اوكي طيب حلو قوي. طيب انت عارف ان البودكاست بتاعنا اسمه جيفينج باك، فاحنا بنحاول نركز على الكالتشر بتاعت الجيفينج باك بشكل كبير. فكنت عايز اعرف منك يعني المصطلح بتاع الجيفينج باك ده في الاخر بيعني لك ايه؟ بيعني لي ايه؟ بيعني لي حاجات كتير. يعني بيعني لي حاجه مهمه جدا، الا وهو ان انا زي ما قلت لك، انا في حياتي في ناس كتير جدا وقفت معايا. ابقى شخص وحش قوي لو ما عملتش كده مع غيري. فاهم قصدي؟ يعني ربنا بعت لك ناس زي مثلا فور اكزامبل بسيوني بتاع طياره، زي هيثم ابو سمره ساعتها لما كذا، زي في كده ناس معينه ربنا بيبعتها لك، وبتستغرب هو انت بتعمل كده معايا ليه؟ انت ليه كريم معايا؟ او مثلا زي واحد زي بسيوني، انت ليه يوريسكت شركتك؟ وخلي بالك بسيوني برضه كان مهندس وساب شركه اهله وراح فتح طياره. فانت مش بتريسك بشركتك، انت بتريسك بمستقبلك الشخصي من خلال شخص صغير. بس لولا ان هو عمل كده انا ما كنتش هبقى حاجه يعني، فاهم قصدي؟ فبالتالي ما ينفعش انا ما اعملش كده مع الناس اللي تحت الاصغر مني. فاهم قصدي؟ فلا بالعكس، حتى انا ببقى في ناس ساعات برضو بتستغرب هو انت علاء بتعمل كده ليه؟ انت عايز ايه من ورايا علاء؟ انت في كوميشن هتاخدها؟ انا لا، انا يا جماعه عشان اتعامل معايا كده من الناس،
بجد بعمل كده علشان هو ربنا، انت فاهم اللعبه يعني، هو ربنا بعت لي دول، فممكن يكون ربنا بعتني ليك، فخلاص يا مان تمام يعني، خد المعلومه واخلع بقى، ما انت ما تخليش اندم، فاهم قصدي كده. فلا دي حاجه giving back is everything يعني بالنسبه لي يعني. جميل جدا. وبحس ان if I stopped giving back، طب ما ربنا هيقفل الحنفيه برضه عادي يعني، فاهم قصدي؟ ما انا لسه كارير شغال، ده انا لسه هبدا في الافلام والمسلسلات والبتاع. طب ما هي في ثانيه هوب خلاص يا باشا اتكل على الله، قعدت في البيت. حلو قوي فكره ان خلاص يعني وانا بطلت ربنا يقفل الحنفيه يعني، فعلا حلوه جدا جدا. اصل في ناس تانية ممكن تكون بتفكر فيها، انا لو قلت المعلومه اللي عندي حد هياخد مكاني او حد هيغطي عليا، وفي الاخر في كومبيتيشن عاليه، وانا يا عم انا عايز الماركت شير بتاعي يفضل موجود ومش عارفه ايه. فيعني لا شكرا على جمله ان في الاخر ربنا هيقفل الحنفيه لو انا فعلا ما طلعتش، لان هي فعلا كده يعني. بس وهو في الاخر رزق، فالرزق ده في الاخر بقى حتى الافكار رزق يعني. عشان كده انا بخاف من كل بريف، ان اصل في الاخر انت الموهبه، او حتى لو انت بالاكسبيرينس اللي وصلك لكده مين؟ ربنا. فاللي اداك الحاجه دي طب ما ممكن ياخدها. فما تخليك همبل تاني، فاهم؟ انا دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. صح. خليك همبل خلاص تمام. صح. طيب لو علاء ممكن يعمل منتورشيب لحد، ايه المواصفات اللي هو ممكن يكون بيدور عليها في الشخص ده؟ حد يعني عمل منتورنج لحد في الادفيرتايزنج، بيحاول يكبر في الكرييتيف يعني، بيحاول يبقى كرييتيف عامه يعني. بس هي حاجه كليشيه جدا يعني، ان هذا الشخص يكون كين، فاهم قصدي؟ يكون كين وفعلا عايز يعمل هذه يعني عايز يوصل، او يعني عايز يوصل لنجاح معين في هذا المجال. انما شخص مش كين، انت عايز ايه يعني؟ وقع تحت ايدي، انا وقع تحت ايديا انترنز بالهبل. بس مثلا في 3-4 انترنز من ساعتها، وممكن اقول لك اساميهم دلوقتي. من وانا في طياره، الناس دي جات لي من وانا في طياره لوحدها يعدي عليا 60 انسان مثلا. من الناس دي في 3 أو 4 عمري ما هنساهم في حياتي. سامي اللي هو دلوقتي في طارق نور، عيسى اللي هو برضو بارتنر سامي في طارق نور، واحد اسمه بيتر سمير في JWT، وواحد اسمه عمرو كواشتي صاحب In Your Shoe دلوقتي. الناس دي اشطر 4 اللي هم دول. وفي واحد اسمها لميس برضو جات لي، بس هي ما كملتش في ادفيرتايزنج، كانت شاطره قوي برضو. فلا في ناس كده اللي هو ايه ده، انا عايز ابقى منتور لدول، ده انا شرف ليا اصلا. طب قول لي بقى مواصفاتهم كانت ايه علشان الموضوع يبقى يعني ملموس اكتر، لو حد عايز ان هو يبعت لعلاء ان هو يكون بيعمل له منتورشيب. ان عيال بتذاكر يعني، عيال من اول ما جات لي عارفين يعني ايه انسايت، من غير هم عملوا الهوم ورك خلاص. فاهم قصدي؟ طبعا في ناس بقى جاي تتعلم which is good، بس يشو برضو يشو انترست في الحاجه. لان في ناس عدت عليا، طب ايه يا مان انت بتتفرج عليه اعلانات؟ لا مش بتفرج على اعلانات. طب انت جاي تعمل ايه؟ انت جاي تعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ طب ايه اكتر اعلانات عجباك؟ والله بحب اعلانات علي يا ابني، قول لي اعلان وقول لي وحلله لي كده عشان افهم دماغك. والله ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ فاهم؟ انما العيال دي مثلا من اول يوم هم مذاكرين فشخ، وهم ساعات اللي بيقولوا لي اعلانات اللي هو بقول لك اتفرجت على الاعلان الفلاني، فدي عيال بتذاكر، عيال عايزه توصل. فانا يبقى ليا الشرف ان انا امنتر ناس زي دي. فاهم قصدي؟ يبقى العكس، ده انا لما الناس دي تطلع ويقولوا ان هم في يوم من الايام كانوا انترنز تحتيه، يا دين امي على اللذاذه يعني. انا بالنسبه لي ده ايه الشرف ده، شكرا جزيلا. فاهم قصدي؟ عظيم. فيكون مجتهد وأكين. حلو قوي. طيب سؤال بنحب نختم بيه كده على طول، لو هتقول حاجه لعلاء وهو خلاص في اخر سنتين في الجامعه، وهو خلاص اصلا كان بيعمل كل اللي هو بيعمله دلوقتي ده كهوايه، كان بيلعب وكان بيفكر ان هو لسه هيكمل في الهندسه، وفي الاخر عديت بكل اللي انت عديت بيه ده، خلاص انت عارف انت عديت بيه ده، تقول ايه بقى لعلاء في الوقت ده؟ هقول حاجه ملهاش علاقه قوي بالكارير. لا ممكن اقول حاجه ليها علاقه بالكارير، ان مفيش مجهود هتعمله هيروح هدر. دي حاجه مهمه فشخ يعني. حتى الاعلانات اللي كنت بعملها للطلبه زمان، ما هو ده سلم. فاهم قصدي؟ مفيش حد بينط 4 سلمات. فاهم؟ هو ده سلم. فات هابن تو بي ان انا اعمل. فقصدي السهر اللي انت بتسهره والفشخه اللي انت تفشخها في الفيديوهات، وان انت بتروح الجامعه الصبح وتطبق بالليل تمنتج فيديو، تمام، هيخدمك، كمل ما تقلقش. وحاجه تانية برضو مهمه جدا، ان انا طول عمري عندي كده حته، ما بقولك اي حد ما اعرفش، بس عندي سيلف داوت. فاهم؟ طب انا شاطر يا جماعه ولا لا؟ فاهم؟ طب ايه الكلام؟ وفي نفس الوقت طب انا شاطر، طب هل بقى هعرف افتح بيت؟ يعني كنت عندي رعب ان انا هتجوز ازاي انا
بال2000 3 اللي بعملهم في كل فيديو. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ مستحيل افتح بيت. ازاي؟ وساعات بقعد اتخيل طب انا لو اترقيت. من الاخر اللي انا عايز اقوله لعلاء ده يعني ربنا كريم قوي قوي قوي. يعني اللي انت شايفه لنفسك ربنا هيديك 4 اضعاف وانت بس اتقل. والله العظيم سبحان الله. انا لما ابص لنفسي دلوقتي وابص لعلاء اللي هو كان في جامعه ده دود تلاقش ربنا تمام. فاهم قصدي؟ يعني ربنا مظبطها. كمل انت بس وهيديك اكتر بكتير من اللي كنت تخيل. جميل والله. يعني شكرا انك شاركتنا ده، والرحله فيها حاجات كتير قوي قوي قوي، فشكرا ان انت شاركتنا يعني التجربه بتاعتك كلها وكل الحاجات اللي عدت فيها. وانا حبيتك. الله يخليك. الله يخليك. وما اعرفش طلعت كده الكلام. لا بس والله شفت تزهق والله لازم في النص. لا انا ما زهقتش خالص. متاكد ان اللي بيتفرج يعني ما زهقش. بس شكرا بجد يعني على السبيريت بتاعه الجيفنج باك اللي احنا بنحاول ان احنا نعملها على قد ما نقدر. وانا متاكد ان شاء الله الحلقه دي يعني ناس كتير قوي هتتفرج عليها وهتستفاد منها ومن التجربه بتاعتك بكل اللي موجود فيها يعني. بس وان شاء الله يعني بس ديسكليمر ان كل اللي اتقال في الحلقه دي بيزد على ماي اون اكسبيرينس. صح في منه الصح في منه الغلط، بس ده هو ده this is my opinion and my experience in life يعني. ما هو ده اللي احنا بنحاول نعمله هنا. احنا مفيش صح مفيش غلط. هي في تجارب ونصايح بيزد على التجارب دي، وكل واحد بنشوف ايه اللي ممكن يكون نفع معاه وما نفعش معاه. لان في الاخر يعني كل حد في الاخر بيتابع الحلقات. كل واحد هيشوف ايه اللي ممكن ينفعه فين، وايه المعلومه اللي ممكن تفرق معاه. فيعني تاني شكرا ان انت اديتنا تجربتك. انا تجربه اكيد فيها تفاصيل اكتر من كده بكتير جدا جدا، بس شكرا يعني انت اديتنا الملخص بتاعها. لان انا بالنسبه لي انا بيرسونلي استفدت بشكل كبير قوي، فمتاكد ان كل اللي بيتفرج والله اقسم بالله ما بجيب. اقسم بالله كفايه بقى والله. ثانك يو سو ماتش والله. وانا انبسطت فشخ انا كنت موجود النهارده، وفعلا اتمنى ان الناس حتى لو اي حد يستفيد باي معلومه من اللي اتقال النهارده يا ريت يعني. بالعكس اكيد ماشي. شكرا جدا جدا. ثانك يو سو ماتش عمورة حبيب قلبي. يلا.